أنا جيت. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون. ولك الحمد على نعمة الرجوع بعد الانقطاع. صديقي الرعضاوي، أهلا بيك، وحشتني جدا جدا لآخر الدنيا. بحمد الله وبفضل من الله رجعنا تاني بعد غياب استمر ل3 شهور، ولكن الحمد لله رجعت وهعوضك من تاني، وسنبدأ من الآن. جبت لك حكاية طازة من الآخر، فاذكر الله وصلي على النبي وشد حزام الأمان. والآن هيا لنرى ماذا حدث وماذا جرى. بتبدأ قصتنا مع بطلنا شياو، واللي بيحكي لنا ان تم اختياره كطالب من شخص اسمه شوان، واللي سافر عبر الكون لما كان عنده 30 سنة وبدأ يعلمه فنون الزراعة، وبيعرفنا ان عنده ذكريات كتيرة وحشة في كوكب الارض، والحاجة الوحيدة اللي بتهدي عقله هو تهذيب العقل. وعلشان كده المعلم بقى كرس حياته كلها للزراعة، واللي في خلال 100,000 سنة قدر يتقنها. المعلم بقى واقف فوق كل العوالم، وبقى على بعد خطوة واحدة بس من السيادة المطلقة. ومع كل تقدمه في الزراعة يعتبر كان سريع جدا، ولكن أساسه كان ضعيف بسبب إن في ندم وحسرة كبيرة من الماضي. المعلم مش قادر يتخلص من الماضي بتاعه، وبنشوف إن المعلم شياو كده وقع في مرة، وقتها محدش وقف جنبه، وفضل الكل يتهمه بالفشل، وكان خلاص هيموت. بس المعلم رفض إنه يموت بالشكل ده، وعلشان كده اتولد مرة تانية في جسم إنسان طبيعي، ولكن كل مهاراته اختفت. هنا بقى بيقرر شياو إنه يبدأ حياة جديدة، وما يخليش الندم اللي فات ده يفشله من تاني. بعد كده بقى بيبقى المعلم شياو ماشي في الشارع في مرة، وبيلاحظ كده الشجرة بتجذب الطاقة الروحية ليها. هنا بقى المعلم بيقرر يبدأ الزراعة عندها، وده علشان طاقتها كويسة. بعد كده بقى بيعرفنا شياو ان المزارعين بينقسموا ل9 عوالم، وان الموضوع ليه علاقة باستشعار الطاقة الروحية، الطاقة اللي ما بين السماء والأرض. بعد كده بقى المعلم بيوجه طاقة اللي تشيل الجسم، وبيقضي شياو ليلة كاملة قدام الشجرة دي. المعلم شكله مش حاسس بالوقت، ولكن بيحس ان طاقته بقت احسن، وبيجرب القوة بتاعتها كده وبيحس بالرضا. بعد كده بقى بيلاحظوا صاحب الجنينة دي، واللي فجأة كده بعد ما بيشوفوه من الشباك، وبتوقفوا بنت اسمها تشينج. بتقول له ايه يالا، هو انت مش اتضربت كفاية امبارح؟ بس بيبقى المعلم شياو مش عارف هي بتتكلم على ايه اساسا، وبيرميها كده بورقة شجر بتجرح وشها، ومش بيصدق الجد انه خلى ورقة شجر بس تعمل كل الضرر ده، وبيحس كده انه مش واحد من اللي عملوا مشاكل معاهم، اكيد ما كانش معاهم امبارح. وبتتفاجئ تشينج برضه، وبتستغرب اكتر لما بتشوف جدها بيناديله باحترام. هنا بقى بيسأل الجد شياو لو هو استاذ كبير، فبيرد عليه شياو وانه مجرد ممارس للطاوية، فمش بيصدق الجد كلامه ده، لان شخص بالمستوى ده يقدر بسهولة يبقى استاذ. هنا بقى بيحس الجد انه محتاج يقرب من شياو، خصوصا انه قرب يموت وحفيدته مش متجوزة، وبيعرف الجد عن عيلته وعيلة مو، واللي بيفضل يسأل شياو عن مستواه وتعلم القتال فين والحاجات دي. فبيلاحظ شياو ان الجد بيكح ومريض جدا، وبتقول له تشينج في بلطجيه هجموا عليه امبارح، واضطر يستعمل طاقته الداخليه الاسيره، وديت اللي عملت اصابات خطيره، واللي علشان كده حاولت تهاجم شياو علشان فكرته واحد منهم. واللي بتسال كده تشينج شياو لو يقدر يعالج جدها، وده علشان الطب الحديث ما نفعش معاه، واللي بتوعده كده تديله اي حاجه يطلبها. فالمعلم شياو بيقول لها ان الموضوع مش صعب عليه، ولكن في المقابل بيطلب الشجرة اللي كان بيزرع عندها. فالجد بيستغرب هو ايه المميز في الشجرة دي اساسا، وبيقول له شياو ان هي فكرته بالمكان اللي جه منه مش اكتر من كده. وما بيرضاش شياو يقول لهم ان الشجرة دي ليها روح، علشان بيحس كده ان هما مش هيفهموه وحتى لو شرح لهم. وبيقول لهم المعلم شياو انه هيجي بعد يومين يساعدهم في العلاج، وبعد كده بيمشي. هنا بقى بيقول الجد لتشينج شياو ده مهاراته استثنائية، وان الاحسن تحاول تبقى تلميذة عنده، وان هي هتشوف قوته كويس لو بصت على الضرر اللي عمله في الصخرة. بعد كده بقى بتتصل تشينج على معارفها علشان يعملوا تحقيق على هوية شياو، وبيعرفنا المعلم شياو كده عن بنت اسمها لين، واللي اتخلت عنه وخانته في حياته اللي فاتت، يعني ديت كانت حبيبته السابقة. المعلمة سببت له اذلال بكل الاشكال، وبما انه اتولد من جديد فبيتوعد لها انه هيدفعها الثمن. بعد كده بقى بيعدي شوية وقت، وبنلاقي ان تشينج بتتصل بشياو، واللي بتقول
فبتقول له ان هي عارفه انه مقدم على شغل في شركه وان الشركه دي تبعهم. فبيسالها شياو عن السبب اللي يخليهم يدوروا وراه بالشكل ده. فبتعتذر له تشينج علشان بيتعرضوا لاخطار كتير مؤخرا ولازم ياخدوا حذرهم. بعد كده بقى بتعرفوا تشينج ان هم بيفكروا يهدوا شياو الشركه دي كهديه، وبتساله لو هيقبلها ولا لا. بعد كده بقى بنشوف ان لين الاكس بتاعته دي شغاله في نفس الشركه دي، واللي بتسالها صاحبتها لو تعرفه وان شكله غني. فبتقول لها لين ده فقير ومتكحرت. بعد كده بقى بنشوف ذكريات المعلم شياو من حياته السابقه لما كان راح يقدم على شغل في نفس الشركه دي، واللي فضلت لين تهزقه علشان مش معاه حتى فلوس يجيب لبس رسمي للمقابله. لا ده كمان مدير الشركه بيفضل يقنع لين ان هي هتبقى احسن معاه من شياو ده. بعد كده بقى بتيجي بنت بتعمل نفسها كده بتبيع ورد وبتفضل تهزر مع شياو، بس المعلم شياو بيعرف ان هي مش بنت عادية وان هي بتستعمل الزراعة من المستوى الشيطاني. فبتحاول البنت دي كده تمتص طاقة اليانج اللي عنده، بس بتلاقي ان هي مش قادرة تمتص غير جزء صغير جدا ومش بتفهم السبب. وكمان قدراتها الزراعية انخفضت لأقل من ربعها وحست كده كأنها هتنفجر. بعد كده بقى بتسأل البنت عن هوية شياو ده لحد ما بتعرف انه كان سيد النجوم في حياته السابقة، وبتقول له سامحني أرجوك سيبني. وبالفعل المعلم بيسيبها تمشي. بتركب البنت في تاكسي وبتحاول تستغل السواق علشان ترجع طاقتها اللي راحت، واللي بيفضل يطبل لها كده علشان جميلة. بيقعد يشتم في شياو. بعد كده بقى وفي الوقت ده بتبقى المعلمة تشينج جت تاخد شياو معاها، وهم راكبين العربية بيلاقوا التاكسي اللي ركبته البنت بيعمل حادثة مرة واحدة فجأة كده، وده بسبب البنت. فبتخاف تشينج فبيقول لها شياو كملي في طريقك ما تركزيش. بيروح المعلم شياو مع تشينج على بيت العيلة، واللي هناك بيستعمل قوته علشان يعالج الجد، واللي بيقدر يكبح الإصابة بشكل مؤقت. هنا بقى الجد بيحس بتحسن ولكن ملحوظ، واللي بيفضل يسأله الجد لو موافق ان تشينج تبقى متدربة عنده. فبيرفض شياو في الأول كده بس بعدين بيقبلها، وده لما بيفضلوا يتحايلوا عليه بيبقى الجد بقى طالع بالشياو ده السما وجاهز يديله أي حاجة يطلبها، هو يشاور بايديه بس. بعد كده بقى بيروح المعلم شياو لفندق كده تبع مجموعة مو، بس حارس الاستقبال بيوقفه وبيقول الموظف بتاع الاستقبال ان اسمه لينج، وبيتعرف عليه شياو وان هو الراجل اللي خانته ليم معاه واللي فضلت تفهمه انه كان حاجة مهمة وان هو مدير. وبيبقى الاستقبال وقفه بس لان شكله فقير، وان اكيد اصحاب المجموعة ما قالوش ليه ان مسموح له يفضل في الفندق زي ما هو بيقول كده. هنا بقى بتيجي المعلمة لين في الوقت ده هي وصاحبتها، واللي بتشوف شياو وبتفضل تسأله لو جاي علشان يتباهى قدامها، وان هي دايما بتحس ان هي متراقبة دايما طول الوقت كده وهو السبب. فالمعلم شياو بيقول لها دي اوهامك بس، وانه ما جاش هنا علشانها اساس. واللي بيفضل شياو كده بيحاول يفهمهم انه فعلا جاي مع حفيدة صاحب المجموعة، ولكن محدش بيرضى يصدقه. الكل بيبقوا مقتنعين ان هو كذاب. وبتقول له صاحبة لين انه لو فعلا جاي يفضل في الفندق عادي يحجز قدامهم اوضة ويورينا بقى انه معاه تمنها اساسا. هنا بقى بتتدخل تشينج في الوقت ده وبتقول ان شياو يستحق طبعا، لو مش هو اللي هيفضل في الفندق امال مين اللي هيفضل. وبتتعصب تشينج كده على الموظفين وبتأمرهم يعتذروا للشياو حالا. هنا بقى بتبقى لين مش مصدقه مين الست اللي الموظفين مرعوبين منها دي، فصاحبتها بتعرفها ان هي البنت الكبيره لاصحاب المجموعه. هنا بقى بتجهز تشينج كده اوضه للشياو بنفسها وبتشكره لانه قبلها كمتدربه، وان هي من دلوقتي هتسمع لاي طلب يطلبه هو يشاور بس. بعد كده بقى بتمشي تشينج وبيفضل المعلم شياو لوحده في الأوضة، بس بيسمع فجأة كده صوت صريخ بنت وجاي من الأوضة اللي جنبه، واللي بيطلع إن في راجل بيحاول يعتدي على بنت، والبنت غلبانة ما بتقدرش تعمل حاجة ولا حتى قادرة تتصل بالشرطة لأن المعلم ده أساسا بيبقى رمى تليفونها. يا ابن الصيعة. المعلم متأكد ان محدش هيقدر ينقذها، بيقول لها ده انت بتاعتي النهارده. ولكن الواد ده بيلاقي شياو كده داخل عليهم فجأة كده كاسر الباب، فبيفضل الراجل ده يهدد شياو وبيقول له ان هو من بكره هيموت عيلته كلها. فالمعلم شياو بيقول هو مين اللي قالك ان هيبقى في بكره اساسا يا معلم. بيمسكوا شياو من رقبته كده وبيستعمل قوته علشان يخلص عليه. هنا بقى بتفرح البنت وبتروح تحضن شياو وبتشكره علشان انقذها. فبيلاحظ شياو ان البنت دي تحت تأثير مخدر ما، وبيساعدها شياو بانه بينقلها لغرفة
تانية لحد ما بيروح تأثير المخدر ده، وبتحاول البنت دي كده تعرف هويته، بس المعلم شياو بيقول لها مش مهم. بعد كده بقى بتسأله البنت لو ينفع تفضل معاه علشان الشخص اللي المفروض ينقلها ما جاش، وهي خايفة تفضل معاه، فبيوافق المعلم شياو، وبتحس البنت ان هي مطمنة جنبه لسبب هي مش عارفاه. بعد كده بقى بيجي اليوم اللي بعده، وبيلاقي شياو ان البنت مشيت بس سابت مكانها فلوس وكارت، والكارت ده عليه اسمها والتي تدعى بلو ايس، واللي بتبقى كده كاتباله رسالة بتقوله فيها ان هي مش هتقدر تردله الجميل علشان انقذ حياتها، وعلشان كده سابت له البطاقة بتاعتها في حالة لو احتاج اي حاجة في المستقبل يتصل عليها بس. فبيحس الشياو كده ان البنت دي غريبة، ولكن ما بيفكرش في الموضوع كتير. بعد كده بقى بيروح يجهز علشان الشغل اللي وراه، وبيروح المعلم شياو الشركة، والمخرج بيقابله هناك وبيقول له انه محظوظ علشان هيشتغل معاهم، واللي بتبقى شركة ترفيه، وبيقول له المخرج ان هيديله اول شغل ليه، وده علشان يتعرف على طريقة شغلهم ويستغل الفرصة علشان يتعرف على العملاء. بعد كده بقى بيعرفوا ان العميل اللي جاي عميل مهم ومن العملاء الرئيسيين للشركة، وان شركته عايزة تلاقي سفير للعلامة التجارية بتاعتهم، وحاولوا يتفاوضوا مع فنانين كتير ولكن محدش فيهم نجح. يعني من الاخر كده الشغلانة صعبة مش سهلة، وبيسألوا لو واثق انه هيقدر على الشغلانة دي. فبيلاحظ شياو ان السعر اللي عرضه العميل للمهمة دي عالي جدا، وبيقرر كده يقبل بالشغلانة دي، وبيقول له المخرج هي دي الروح الرياضية اللي محتاجينها، وان هو بيحب الشباب اللي ما بيخافوش ياخدوا التجارب كده، واللي بيعرفوا ان هم محتاجين بس يدعوا واحد من المشاهير، ولازم ده يحصل قبل اخر اليوم. فبيقول له شياو ما تقلقش، وان الموضوع بسيط، وان هو عارف الشخص المناسب وكمان هيتصل بيه في ثواني. هنا بقى بيفضل المخرج كده يضحك عليه مع السكرتيرة اللي معاه، وبيقول له انت شارب حاجة ولا ايه؟ بنقول لك شخص مشهور، يعني مش اي حد هتتصل بيه. واللي بتسأله السكرتيرة انت تعبان في دماغك ولا حاجة؟ وبيفضحوا المخرج وبيفضل يتريق عليه قدام الكل، وده علشان قال له انه هيتصل بشخص مشهور بسرعة، وانه ناقص ياخد منصبه كمدير بالمرة. واللي بعد شوية بس بيبقى المعلم شياو اتصل لو ايس، فاكرينها اللي كان هيتعمل عليها الحفلة في الفندق؟ ايوه هي دي، واللي بالفعل المعلمة بتيجي. هنا بقى بيتصدم الكل اول لما بيشوفوها، واللي بتسأل كده المعلمة بلو تلاقي شياو فين بالظبط، فالامن بيتصدم ان هي بتدور عليه بس بياخدها لمكتبه. واللي هناك بتسأل بلو عن السبب اللي اتصل بيها الشياو علشانه، فبيعرفها الشياو بالشغلانة اللي عندهم، وبيسألها عن السعر اللي هتاخده، فمش بتصدق بلو انه جايبها لهنا علشان الشغل بجد، وبتفكر انه كان بيستعبط واتصل بيها بس علشان بيتحجج وعايز يشوفها. ولكن لا يا حبيبتي مش بطلنا ده، بس برضك بلو دي بتحس كده بالاعجاب ناحيته، وان هو شخص ما تقدرش تستهين بيه، وكمان بتفرح جدا ان الشغل اللي ما بينهم ده هيخلي فيه فرصة ليهم علشان يقربوا، وده بعد ما كانت قلقانة لما تجيش اي فرصة. فبيقاطع شياو افكارها دي علشان يوريها العقد، واللي بيقول لها يلا اقرأي كويس وحطي السعر اللي انت عايزاه. فالمعلمة بلو بتقول له كده بكل بساطة انا هقبل العقد ده من غير ما اقرأه. ايوه بقى، لا ده كمان بتطلب من شياو يوافق يجي معاها تعزمه على العشاء. هنا بقى بيبقى المخرج مراقب كل الوضع ده، المعلم حرفيا مش مصدق شياو طلع يعرف شخص مشهور بجد، وهنا بقى كده بيخاف على منصبه بجد، وبيأمر السكرتيرة تتصل على شخص اسمه النمر لازم يحضر عشاء الشركة الليلة، وده علشان ناويين يعلموا شياو درس، شكلهم كده مش ناويين له على خير. بعد كده بقى بنشوف الموظفين كلهم متجمعين وبيتكلموا عن موضوع ان الشركة محتاجة مخرج جديد، وده لان المخرج الحالي ده هيترقى، وبيفضل الموظفين يقولوا للمخرج ان هو الشخص المثالي لمنصب المدير. يا اولاد المطبلاتيه طبلوا، وبيفضل المخرج يفكر كده في ان هو اكيد هيندم شياو، ولكن اول لما يبقى رئيس، وبيلاحظ ان شياو ما سلمش عليه حتى لما شافه، واللي بيبقى شايف انه مغرور جدا. بعد كده بقى بتوقف لين شياو اللي ماشي ده ولا على باله حاجه، وبتقول له ان المخرج هيبقى المدير بتاعهم قريب، يعني من الاحسن يبطل غرور قدامه، لازم يعتذر. فبيرفض شياو يعتذر لحد. فالمعلمه لين بتقول له يا ابني انت جاي من قريه فقيره، انت عيل كحيان مش لاقي تاكل، خاف على مستقبلك شويه. فالولا شياو بيقول لها ما تشغلش بالها هي بمستقبله، واللي بيبقى الموظفين كلهم مستغربين الوقاحه اللي شياو فيها دي، وان هو ازاي يتكلم كده مع شخص هيبقى المدير، ولكن غلابه. هنا بقى بيقول لهم المخرج ان شخص زي شياو ده يستحق يفضل في قاع المجتمع على طول، وبيتوعد للشياو انه اكيد هيعرفه مكانه الحقيقي وهيفهمه
وبيفهموا فرق الطبقات اللي ما بينهم. وبيعدي كام ساعة بس وبنشوف بنت من الموظفين بتجري وهي خايفة، وده علشان شايفة عصابة كده داخلة عليها، واللي بيروح وراها كده أعضاء العصابة. واللي أول لما بيشوفها المخرج بيعرف إن النمر وصل. لا ده المعلم بيفرح بوصوله جدا، وبيعرفهم المخرج عليه وبيقول لهم ده النمر بطل الملاكمة ومحدش بيقدر عليه، وانه سمع عنه ان لو حد بس حاول يضايقه جثته بتظهر في المجاري بعد 3 ايام. وبيسأل المخرج عن السبب اللي مخلي النمر متعصب كده، فبيقول النمر للمخرج ان كله بسبب الموظفة بتاعته دي، هي اللي ضايقته وهي واعضاء العصابة بتاعته، بس بتخاف الموظفة واللي اسمها يوان، وبتحاول تشرح ان هي ما عملتش حاجة وهم اساسا اللي كانوا بيضايقوها. فالسكرتيرة بتقول لها يلا اعتذري للنمر وانت ساكتة، لان شكله شخص خطر جدا. بس بيبقى النمر ده اتعصب عليهم خلاص، وبيقول لهم ان محدش فيهم هيسيب المكان النهاردة، يعني كلهم قاعدين ملطوعين معاه. فبيحاول المخرج كده يهديه وبيقول له ان هم جايين يشربوا مع بعض، عايزين يقضوا وقت حلو. وبيقول المخرج ليوان ان هي تروح للنمر حالا وتعتذر منه بشكل لائق، وان هو لما ياخد منصب المدير هيبقى يضاعف مرتبها. هنا بقى بيمسك واحد من عصابة النمر كده يوان، واللي بيفضل يشدها وبيفضل الكل يضغط عليها ويحسسها ان هي الغلطانة، وان هي المفروض تبقى شاكرة لو النمر قبل اعتذارها، ومحدش بيقف معاها خالص او حتى بيحاول يساعدها. ولكن هنا بقى بيتدخل المعلم شياو في الوقت ده وبيوقف الراجل بتاع العصابة. فبتسأله لينا عن لازمة اللي بيعمله ده، وان مفيش اي داعي يتباهى في وقت زي ده. ايه فاكر نفسك المنقذ اللي هينقذ البنت اللي في ازمة؟ بس بيتجاهل شياو كلامها ده وبيقول للنمر انت ازاي تتجرأ وتضايق موظفة بالشكل ده، وكمان هو اللي مستني منها اعتذار. فبيأمروا النمر يعتذر حالا يا اما مش هيخرج من هنا النهارده. وبيتصدم المخرج من كلام شياو ده وبيقول له انت وقعت على دماغك ياض ولا ايه؟ انت ازاي تطلب من النمر حاجه زي كده؟ وكمان عامل لي نفسك المدير وبتدافع عن الموظفين، ده انت لسه مبتدئ. وبيروح المخرج كده يهمس للنمر وبيقول له هو ده شياو اللي قلت لك عليه، هو ده بقى اللي عامل كل المشاكل اللي هنا. فبيقول له النمر هو ده؟ لا ده امره سهل. واللي بيأمر شياو كده ينزل على ركبته، لازم يعتذر. بس المعلم شياو بيفضل على موقفه، بيرفض رفض تام. فبينادي النمر كده على بقية أعضاء العصابة، واللي بيقول لهم عايزكم تعملوا من دماغ شياو دي كورة النهاردة. واللي بيبدأ أعضاء العصابة كده يهاجموا شياو ومعاهم خناجر، لا ده كمان أكتر منه في العدد. ومع ذلك برضه مش بياخدوا ثواني بس في إيد شياو، المعلم بيخلص عليهم كلهم، وده من غير حتى ما يستعمل قوته. هنا بقى بيقول شياو للنمر انت طلعت بقى على الفاضي يالا، كان لازمتها ايه بس كل التهديدات دي؟ واللي مش بيبقى النمر مصدق عينيه اساسا، وان شياو قدر على كل دول، خصوصا ان هم خبراء من الطراز الرفيع، يعني مش اي حد. وبيروح شياو ناحية النمر كده وبيجيبه على الارض، واللي بيحط كده رجل على كتفه وبيقول له اعتقد كده نقدر نتكلم. وبيسأل عن الطريقة اللي يقدروا يحلوا بيها المشكلة. فبيقول النمر لشياو انه حتى لو خلص على رجالته فده مش معناه انه كده جامد، وانه لسه عنده حيل تانية، ويستنى بس اما يعمل مكالمة هيجيب له الشخص اللي هيربيه، او هو ده اللي كان فاكره. وبيقول له شياو ده عز الطلب، انا بحب اقابل ناس جديدة، بحب افاجئهم بقوتي. وبيروح النمر كده يعمل المكالمة بتاعته دي، وبيحذر شياو ان الشخص اللي هيجيبه ده قوي بجد وهيندمه على كل كلامه ده. وبيحاول يلطف معاه الجو شوية كده وبيقول له نحسن علاقتنا وتبقى زي اخويا الصغير، صدقني اسمع مني. بس المعلم شياو بيقول له لا تسلم يا غالي، انا عايزنا نبقى اعداء. بعد كده بقى بيجي الشخص اللي كان بيكلمه النمر ده، وبتطلع المعلمة تشينج فبيجري عليها النمر، واللي بيفضل يقول لها شياو ده عيل ما ترباش، قاعد يعمل مشاكل في النادي بتاعك، ده مش واخدين الجد خالص. فبتتجاهل تشينج النمر ده اساسا وبتروح تعتذر لشياو علشان اتأخرت. وهنا بقى النمر بيبقى خلاص هيغمى عليه من اللي شايفه ده، ومش بيبقى حد من اللي واقفين دول فاهمين اي حاجة، والمخرج خلاص هيموت من الحرقان. هنا بقى بيقول شياو لتشينج ان هي جت في الوقت المناسب علشان النمر وعصابته حاولوا يضايقوا موظفة عنده.
فبيخاف النمر وبينحني لشياو وكمان بيعتذر لتشينج. المعلم مش مصدق ان ازاي شخص شكله بسيط كده زي شياو ده ممكن يبقى عنده كل النفوذ دي، وكمان المعلم بتاع تشينج. فالمعلمة تشينج بتضرب النمر ده على وشه وبتعرف شياو انه كان كلب عيلتهم وهم اللي مربيينه، وان في حالة حصل اي مشكلة تاني كده ولا كده يقدر يتصل عليه يساعده ويوفر عليه المجهود. وبتقول تشينج للنمر من هنا ورايح تسمع كلام شياو، تنفذ اي حاجة يقولها لك. وبعد ما بيمشي النمر بيفضل المخرج كده يتمسكن لتشينج ويقول لها ان هي انقذتهم من المشاكل. الولا شياو ده كان هيخرب الدنيا، وبيعرفها ان مجلس ادارة الشركة هيعلن النهاردة عن الرئيس الجديد ولو عندها وقت ممكن تقعد معاهم. فبتقول له تشينج هو انت ما تعرفش مين اللي هيبقى المدير ولا ايه؟ المعلم شياو بيروح له كده وبيقول له انت قضيت وقت كتير جدا على الكرسي ده ودلوقتي يجي دور غيرك. فالمخرج ما بيفهمش قصدهم ايه بالظبط، بس المعلم شياو بيقول له انت مطرود. فالمخرج بيقول له لا ده واضح انك اتجننت، انت مش فاهم انت بتقول ايه. فبيضربوا الشاو على وشه كده من الناحيتين يا زميلي، وهنا بيتصدم الكل من اللي عمله ده وبيقولوا ايه ده، وبيقولوا له انت اتجننت رسمي. ولكن في الوقت ده بيدخل اكبر مدير في الشركه واللي اسمه وانج، بيجري المخرج عليه وبيقول له الحقني يا باشا، واللي بيكون معاه جد تشينج. فبيعلن جد تشينج على ان شياو هو المدير الجديد. هنا بقى الخبر ده بينزل صاعقه على الكل ومش بيصدق اي حد من الموظفين اللي هم سامعينه ده، بيفتكروا انه يمكن يكون تشابه اسماء ولا حاجه. ولكن بتكمل صدمتهم دي لما بيقول المدير انه كمان هيقدم كل اسهم الشركه دي لشياو، وبمعنى تاني كده شركه شينج الاعلاميه دي من النهارده بقت شركته هو. وبيقول الجد لشياو ان عنده شويه عقارات تانية كده محتاج يشوفها وتشينج ممكن تاخده بكره في جوله. بعد كده بقى بيجي اليوم اللي بعده ده وبيروح المعلم شياو مع النمر كده في جولة بيبصوا على المشاريع واللي لسه شياو ما شافش منها حاجة. بينزل شياو في مكان معين كده وبيعرفوا النمر ان المكان ده جميل جدا، ولكن اختفى فيه عدد كبير من الناس، اختفوا بشكل غريب، وحتى الشرطة جت وحاولت تتحقق ولكن ما لقوش اي حاجة غريبة، وان لو حصل له اي حاجة هنا النمر مش هيقدر يساعده والموضوع ده هيبقى مسؤوليته هو. فمش بيهتم شياو بالكلام الفارغ ده، واللي اول لما بيدخل الدنيا بتبدأ تمطر. وبيقول المعلم شياو ان شكل كده اللي ساكنين في المكان ده مش مرحبين بوجوده هنا. وبيبدأ المعلم شياو يتمشى كده في المبنى ده واللي بيبقى فيه جثث في كل مكان، وبتقوم جثة منهم كده حاجة اتلبستها وبتحاول تضرب شياو، بس المعلم شياو بيضربه وبيرجعه مكانه تاني. وبيحصل انفجار فجأة كده واللي بتطلع منه نفس البنت اللي كانت بتبيع الورد اللي حاولت تهاجمه قبل كده. وبتبقى البنت دي ما توقعتش انه شياو ولكن بتفرح لما بتشوفه وبتقول له انه مستحيل يقدر ينافسها دلوقتي، وده علشان سحرها اتحسن بقى مزيج من السحر الشرقي والغربي. فالمعلم شياو بيقول لها ان هي عملت شغل واتحسنت برضه، وهو كان فاكرها ان هي ما عندهاش اي موهبة. فبتتعصب البنت عليه وبتحاول كده تهاجم شياو، بس بيقدر المعلم شياو يتصدى لهجمتها دي بكل سهولة. وبيقول ان فجوة القوة اللي ما بينهم كبيرة جدا، واللي بيهاجمها كده ومش بتصدق البنت ان هي لسه مش قادرة تدافع عن نفسها وانها مش قادرة على شياو، واللي بتحاول تهاجم تاني كده بشكل اقوى ولكن بيظهر جيش من الزومبي. وبتقول له البنت لو اعتذرت دلوقتي على الاقل هتسيب جثته ويمكن حد يلاقيها قبل ما تخفيها خالص. فالمعلم شياو بيقول لها ما تبطلي تبالغي بقى في تقدير نفسك، واللي بيضرب الزومبي كده بسهولة وكمان بيهجم عليها. بيقول لها المعلم شياو تختار يا اما تستسلم يا اما تموت. هنا بقى بتنحني البنت كده واللي بتفضل تقول لشياو ان هي ممكن تديله الاحجار الروحية او اي حاجة يطلبها، اهم حاجة بس انه يظهر التسامح. فبيوافق المعلم شياو ياخد منها الاحجار الروحية دي ويسيبها عايشة، وده علشان اهمية الاحجار دي بالنسبة له. وبتحاول البنت دي تهرب فبيضربها شياو كده وبيخلص عليها. بعد كده بقى وبعد كام يوم بنعرف ان الجد ادى للشياو 80 مليون، وده علشان خلص المبنى بتاعه ده من الارواح الشريرة. المعلم بقى مليونير يا جدعان. هنا بقى بيحس الشياو كده انه مش محتاج حاجة تانية من الدنيا خلاص. ما طبيعي يا ابني، هتحتاج ايه تاني؟ بس تخيل يا صديقي كده لو معاك 80 مليون هتعمل بيهم ايه؟ اكتب لي تحت في التعليقات. ما علينا، يلا نكمل. بعد كده بقى بيرجع المعلم شياو لبيته الحالي ده واللي بقى فيلا، ومع انه اتخلص خلاص من الارواح الشريرة بس اللي عملته البنت في المكان ده خلى الطاقة الروحية في وسط الصين وشوية من مناطقها الجنوبية، وان هي حتى لو اختفت دلوقتي فهي سابت وراها
وراها فوضى كبيرة، ودلوقتي هو محتاج لحاجة تساعده علشان ينقي الطاقة الروحية دي. وبيقول إن الحب الوحيد شجرة تايهانج، وبيقرر يكلم جد تشينج يسأله لو يعرف يجيبها منين. بعد كده بيروح شياو للجد بجد وبيأمر النمر يدور عليها، بيقول له اقلب عليها الدنيا لازم تلاقيها، ولكن المعلم ما بيقدرش يلاقيها بأي شكل. وبيقول شياو إن هي في الأصل قبر، واللي قعد ملايين السنين يتشكل تحت الأرض، ومعروف كمان باسم مقبرة قمع الشر، وظروف تكوينه قاسية جدا وصعب فعلا يلاقوها. فبيقول الجد انه ما سمعش عن شجرة بالاسم ده قبل كده، بس خشب قمع الشر ده مألوف بالنسبة له. وبيقول ان لو ذاكرته صح فالخشب ده كده معروض في مزاد، وان المزاد ده اساسا بيتعمل من عيلة تشينج، واللي بيتباع فيه موارد نادرة واسطورية. بعد كده بقى بيجي يوم المزاد ده، وبيروح النمر علشان ياخد شياو للمزاد، وبيشوفوا هناك الناس في المزاد، وبيسألوا واحد من اللي موجودين كده واللي اسمه وانج انت ازاي قدرت تخش المزاد ده وهتعمل ايه هنا، انت فقير يالا. فبيقول له شياو بكل بساطة كده ان هو جاي زيه جاي زايد. فبينادي وانج ده كده على المدير ده وبيقول له انت ازاي تسيب شياو ده يدخل هنا، وان كده الجودة بتاعت المزاد دي هتقل بشكل واضح. فالمدير بينادي على الامن، وبيفضل المدير يهزق شياو بيقول له يلا بره، بس المعلم شياو بيضربه بالقلم. فالمدير بيأمر الامن يرموا شياو بره، بيقول لهم يلا بسرعة انتوا مستنيين ايه، ده عامل مشاكل مع عيلة مو. واللي في الوقت ده بتيجي المعلمة بلو وبتضرب المدير بالقلم. يلا شكلك كده ملطشة النهاردة. بتسأله انت ازاي تتجرأ تعامل شياو كده، وبتسأل شياو كده عن اللي حصل، وبتطلع ان هي اللي مسؤولة عن المزاد ده، وبتقول للمدير لازم يعامل شياو احسن من كده. واللي بيفضل وانج يشتم في شياو كده مع لين. وبتيجي المعلمة تشينج تقول لهم انتوا صدقتوا نفسكم ولا ايه، انتم جايين المزاد علشان تشتغلوا وبس، مش جايين تقولوا رأيكم في شياو. وبتأمرهم يخرجوا. فبيتحرق المعلم وانج من الكلام ده، واللي بيفضل يقول انه قريب جدا مجموعة وانج هتبقى احسن منهم وهيخلصوا من قرفهم ده. وبتعتذر تشينج لشياو هنا كده وبتقول له تجاهل العبط ده، دول ملهمش لازمة. بعد كده بقى بيدخل المعلم شياو المزاد ده هو وتشينج، واللي بتبدأ بلو تعرض المنتجات، واللي بتعرض كده أول منتج فبيستغربوا الناس اللي قاعدين كلهم، بس بياخد شياو باله منه وإنه طالع منه هالة مخلوق روحي، حاجة كده ذو سمات أرضية، واللي بيعرض سعره وبيفضل الناس كده يتريقوا عليه وإنه جاهل وبيرمي فلوسه. وبيعرض وانج كده سعر أعلى منه فبيستغرب الناس، واللي بيبدأوا يسألوا نفسهم لو المنتج ده حاجة قيمة. بس المعلم وانج بقى بيبقى عمل كده علشان يرازي شياو مش أكتر بس. ولكن هنا بقى بيعرض شياو مبلغ كده اعلى 10 مرات منه. يا ابن اللعيبه بقى مليونير وبيلعب بالفلوس، وعدنا يا رب. واللي بيبدأ ناس تانيين كده يعرضوا مبالغ اعلى، وبيقدر وانج ياخد في النهايه المنتج ده. فبتساله تشينج هو انت محتاجها، لو محتاجني اروح اخلص لك الموضوع ده واجيب لك المنتج اروح. بس بيقول لها الجد لا ده واضح كده ان هي خطة من شياو، ما تهتميش. واللي بعد كده بقى بيجي الدور على خشب قمع الشر، واللي كان شياو جاي علشانه من الاول اصلا. واللي بيبدأ سعر المزاد الاولي كده واللي بيبقى 8 مليون، بس المعلم شياو داخل سخن وبيعرض 50 مليون. فالولا وانج بيعلي عليه وبيعرض 200 مليون، 3 اضعاف المبلغ يا راجل. بتجيب الفلوس دي كلها منين بس؟ فبيسكت المعلم شياو ومش بيعرض اعلى من كده. هنا بقى بيستغرب الجد وبيسأل شياو لو الموضوع بسبب الفلوس، بس شياو بيقول له ما تقلقش وان هو عنده خطة. وبيبان على وانج الندم لما بيلاقي ان شياو معلاش السعر عليه، وبيروح له شياو بالليل كده وبيبقى المعلم وانج مش طايقه اساسا، وده علشان خلاه يدفع 200 مليون على حاجة زي دي. فبيقول له يديله 200 مليون ويديله المنتج ده، ويا عم نخلص حساباتنا القديمة والجديدة يلا من دلوقتي. وبيحاول واحد من مساعدينه كده يهاجمه شياو علشان الطريقة اللي بيتكلم بيها دي، ولكن ما بيقدرش يعمل حاجة. وبيستغرب جدا علشان هو خبير في الفنون، وشياو علشان شكله صغير بس على قوته ومستحيل يبقى اعلى منه. هنا بقى بيحاول المساعد كده يهاجم تاني، ولكن بيخلص شياو عليه. وبيقول وانج لبقية المساعدين يلا هاجموه، واللي بيحط واحد منهم المسدس كده على دماغ شياو وبيقول له دلوقتي الفنون القتالية بتاعتك دي ملهاش اي لازمة. وبيضرب المساعد نار عليه، ولكن الرصاصة بتخبط فيه مش بتعمل له اي حاجة. واللي بياخد المسدس منه كده وبيضرب نار على اللي واقف ورا وانج كده بحركات لولبية.
وبيرمي شياو المسدس ده لوانج علشان يجرب. فبيحاول وانج كده يضرب اكتر من طلقة عليه، ولكن كلهم بيقفوا كده في الهواء وبيمسكهم شياو بايديه. لا ده كمان بياخد واحدة كده وبيرميها على وانج، وبياخد شياو الخشب اخيرا، واللي بيستعمله كده علشان يطهر الطاقة الشريرة. وبيحس كمان انه كده هيوصل لعالم صقل الارواح، بس بيحصل انفجار فجأة كده، واللي بالفعل بيقدر شياو يدخله. بعد كده بقى بتيجي مكالمة للشياو من الجد واللي بيدعوه على العشاء، ولما المعلم بيروح بيلاقي الجد بيقوله ان عنده مشكلة، وان واحد من المنافسين القدامى بتوعه رجع بقوة مؤخرا، ومش بس دمروا مكانتهم، دول كمان وجهوا تحديات مباشرة لعيلة مو، ولو ما قبلش التحدي ده فمكانة العيلة هتبقى في خطر. وبيبقى الجد خايف كده انه حتى لو مات فالموضوع ده ممكن يشكل تهديد لتشينج. فبيسأل شياو لو الإصابة السابقة دي كانت بسببه، فبيرد الجد عليه وإنها صح، وإن الشخص ده اتعلم فنون القتال مخصوص علشان يأذيني، وقوته كانت مرعبة جدا لدرجة إنه ما قدرش يستحملها، ده يمكن أحسن من شياو كمان. وبيعرفوا إنه هيحصل منافسة ما بينهم قريب جدا في القصر، ومحتاج مساعدته، ومستعد يدفع 500 مليون كعربون مبدئي. 500 مليون ده ايه الارقام دي يا جدعان؟ وبعد كده بيجيب الجد للشياو معلم فاهم في القتال باستخدام الطاقة الداخلية زي شياو كده كويس، وبيقول للجد شياو ده صغير جدا على انه يبقى فاهم، وبيوريهم كده المعلم قوته دي، وبيكسر الترابيزة اللي قاعدين عليها دي من غير ما يلمسها، وده باستخدام القوة الداخلية. وبتقول تشينج ان لو كانت الترابيزة دي مكانها جسم بشري كانت العواقب هتبقى وخيمة. وبيبقى المعلم شياو قاعد كده مراقب اللي بيحصل ده، وبيقول ان هي حيلة كويسة، وبيفرح الجد باللي شافه ده، وبيكتب للمعلم شيك بفلوسه حالا. بعد كده بقى بيجي يوم القتال وبيروحوا كلهم، وبيقول المعلم للشياو خلي بالك، وان هو مش هيقدر يحميه لو حصل له حاجة، والاحسن يبطل غرور وما يجيش معاهم. بعد كده بقى بيروح الجد يقابل الشخص اللي كان بيتكلم عنه ده، واللي بيبقى راجل كده اسمه تشونج، واللي بنشوف هو قوي قد ايه لدرجة ان كل اتباع مو اللي جم قبله يقتلوه وقعوا في ثواني. وبيقول تشونج للجد ان لو حد قدر يهزمه النهارده فمستعد ينزل على ركبه ويتأسف على كل اخطائه. بس المعلم بيبقى مش متوقع حاجه من الناس اللي جايبهم دول، وبيبدأ المعلم كده وبيدخل ساحه القتال الاول، واللي بيقدر تشونج في ثواني بس كده يوقف هجمته، واللي بيضربه بيكسر عظمه كمان. وبيحكي تشونج ان هو لما سافر كان محظوظ كفايه انه يبقى تلميذ لواحد من الاساتذه الكبار، وبعد ما خلص فتره التدريب المهني سافر لوحده لساحات التدريب المختلفه، واللي علشان كده بقى شاطر جدا ويقدر يهزم اي حد، وبقى ماهر في وقت قصير جدا. وبيقرب تشونج من الجد واللي بيزقه كده وبيسحب تشونج وبيفضل يضايقها، بس بيجي المعلم شياو وهنا بيهزقه، فبيتعصب تشونج عليه وبيقول له نعم يالا انا هقطعك وادفنك مكانك. وبيتصدم المعلم لما بيشوف الشجاعة اللي رايح شياو يحارب بيها، وان هو شخصيا ما قدرش عليه، وبيلاحظ تشونج قوة شياو دي من قبل حتى ما يهجم عليه، وده لما بتبان عليه كده هالته السحرية. الولا بيتصدم انه استاذ في فنون القتال ومستغرب انه ازاي كده في السن ده، وبيطلع يجري بسرعة، بس المعلم شياو مش بيسيبه، بيسحبه بقوته، واللي بيقدر يضربه كده ضربة مباشرة في قلبه. وبيتصدم المعلم لما بيشوف اللي حصل ده، وبيحس قد ايه هو كان اهبل، وان هو قال كان بيحاول يستعرض قدراته على شياو. وبيبقى المعلم شياو زعلان علشان تشونج مات قبل ما يجرب عليه بس ربع قوته. نعم يا زميلي، يعني عايز يقول لنا يا صديقي ان هو كده ما جربش حتى ربع قوته. وبيجي معلم تشونج من العدم واللي بيقول لشياو ان هو مش هيسكت على قتل تلميذه ده الا في حاله بس لو شياو بقى تلميذه. فالمعلم شياو بيضحك كده على فكره انه يبقى تلميذه دي، وبيساله المعلم وايه المشكله؟ انا عندي قوه وموارد قديمه وممكن اديلك نصايح تخليك تتجاوز عشرات السنين من الزراعة. فبيقول له شياو انا ممكن اوافق، ولكن لو انحنيت ليا 3 مرات وقتها بس ممكن افكر في الموضوع ده. فبيقول له المعلم انه يمكن ذكي ويمكن قدر يوصل لمستويات عالية في وقت قصير، بس برضك لو اتدرب معاه هيوصل لمستويات ما كانش يحلم بيها. وبيبقى المعلم شياو عارف ان المعلمين في فنون القتال ليهم 3 مستويات، واللي بيفرقهم عن بعض هو اختلاف قدرة الاشخاص في استخدام هالتهم الخاصة، ودي تعتبر من ابسط عمليات التكثيف والتحكم، وان هو ده مستوى الكفاءة في تقنيات التنفس خلال عالم تجميع الطاقة الحيوية. وبيفضل بطلنا شياو يفكر في الموضوع وان هو وصل قبل كده لعالم الخلود. بيقول له ان العالم ده كبير جدا وواسع على فهمه، وان هو مش محتاج يدور ما بين السماء والارض لانه مش هيلاقي اي اجابات. فبيقول له شياو
يا عم انت قاعد من الصبح عامل لنا فيها عم الحكيم، عمال تهري في اي كلام. انت ايه ما بتفهمش؟ مش عايز تتقبل فكرة اني بقولك لأ، وان اكيد شخص واقح زيه ومش هيبقى نادر في العالم ده زي ما هو عمال يقول كده، وفوق كل ده عمال يتكلم من الصبح وصدعه. هنا بقى بيتصدم المعلم من الجراءة بتاعت شياو دي، وبيقول له ان اصلا مشاعر القتال اللي عنده كانت وحشة، وبيقول له بما انك عايز تموت، عايز تفضل وحيد لوحدك، فما تلومنيش بقى لما اقتلك بطريقة بشعة لدرجة ان محدش هيقدر يتعرف على جثتك. هنا بقى بيحاول المعلم كده يهاجم شياو، ولكن بيقدر شياو يتصدى لهجماته، بيعمل كده بكل سهولة. هنا بقى بيتصدم المعلم وبيقول له شياو، امال ليه عامل لي فيها كبير في تحويل الطاقة الداخلية؟ ده انت طلعت غلبان يا معلم. وبيقول له شياو، انت شكلك نسيت لما انا كنت سيدك. نسيت صح؟ فالمعلم بيقول له انت جايب الغرور ده كله منين؟ وبيستعمل اقصى قوته علشان يهاجم شياو بسرعة جدا، بحيث يعني انه ما يقدرش يتصدى للهجمات. فبيقول له شياو كده وهو بيتحرك بكل برود بعيد عن الهجمات انه ما كملش حتى 36 ضربة زي ما هو عادد، وكمان شياو لسه ممارس، هو مع ذلك قادر يهزمه، وهو المفروض انه خبير. وبيجري شياو على المعلم هنا بيضربه ضربة في وشه بسرعة كبيرة، واللي مش بيلحق المعلم حتى يستوعبها، وبيقع على الارض. هنا بقى جد تشينج بيقول له انت قوي جدا، وانه لازم من النهارده ورايح يكلمه برسمية اكتر من كده، وده احتراما ليه، وبيشكره لانه جه معاه النهارده، وبيوعده بهديه الشكر اللي قال له عليها. بيقول له هتبقى موجوده عندك، واللي قدرها 500 مليون، نص مليار يا ابن اللعيبه. وعدنا يا رب. وبعد كده بقى بيقول الجد انه عايز يعرفه على شخص اسمه السيد وو، وده يبقى قائد المنطقة العسكرية في وسط الصين، ويستحق احترام خاص. وبيقول الجد لشياو لازم يروح معاه للبيت دلوقتي لان الوقت متأخر، وهناك هيشرح له كل حاجة. بعد كده بقى وفي مكان ما بنشوف ان في حاجات غريبة بتحصل كده في اماكن تانية، في ارواح شريرة بتتلبس الناس، وبيبان كده ان المعلم شياو ما تخلصش من كل الارواح بشكل كامل زي ما كان فاكر. بعد كده بنرجع لعند الجد، واللي بيبقى جاب السيد وو ده ومعاه شياو، وبيقول انه مبسوط علشان معاه شخصيات بارزة جدا في مجالهم. وبيتكلم السيد وو واللي بيقول لشياو انه سمع من الجد ان مهاراته عالية جدا وانه واصل لمستوى الكمال، وبيقول له شياو فعلا عنده حق. فبيقول له السيد وو طيب ما تورينا كده مهاراتك، يلا ما تتكسفش. فالمعلم شياو بيقول له الموضوع سهل، وانه لسه هازم خبير في عالم التحول، هزمه بوحشية في اخر مرة قاتل فيها، وانه استعمل قوته علشان يضرب من ايديك كده زي المسدس، وقدر بسهولة يتصدى لكل ضرباته. وبيقول للسيد وو انه اكيد معاه مسدس دلوقتي برضه، فبيطلع السيد وو المسدس بتاعه ده، واللي بيفضل كده يشرح له مواصفات المسدس والوزن بتاعه والطلقات اللي بيستعملها، وبيخزن كام طلقة وكده. فبيقول له شياو حلو قوي، اضرب عليا نار. هنا بقى الكل بيتصدموا من كلام المعلم ده، ولكن المعلم شياو بيفضل مصر على كده، وبيقول للسيد وو ما تتحركش من مكانك، اضرب نار عليا. هنا بقى بيقول له السيد وو علشان طلبت بس، واللي بيضربه اول طلقه كده بس بيقدر شياو يمسكها. هنا بقى بتتصدم تشينج من اللي شايفاه علشان الرصاصه كانت قدامه بالظبط، يعني مستحيل يقدر يصدها. هنا بقى بيعجب السيد وو جدا بقدرات شياو، وبيقول له مهاراتك احسن حتى من الاشاعات اللي سمعتها عنك. فبيقول له شياو طب ايه مش هنبدأ الشغل بقى؟ هنا بقى بينحني له السيد وو كده احتراما ليه، وبيقول له انه جه مخصوص علشان يقابله، وده علشان عايزه يبقى كبير مدربين نوع من انواع الطائرات المقاتلة. فبيقول له شياو يعني ايه؟ فبيشرح له الجد ان السيد وو يبقى كبير مدربي القوات الخاصة في المنطقة العسكرية، المنطقة اللي وسط الصين، وده يعتبر اعلى منصب من النظام عندهم، يعني مسؤول عن تدريبات كل الجيش والترتيبات والقرارات، حاجات كبيرة كده. وبيقول السيد وو لشياو بما انه ما عندوش اي خبرات سابقة او انجازات قتالية، فهيبقى صعب جدا يحطه في رتبة عسكرية عالية، ما ينفعش من الاول كده. فبيقول شياو ان المنصب شكله مش مهم، بس اشمعنى جاي يدور عليه هو يعني. وبيقول السيد وو ان المدرب الرئيسي اللي متعين قريب ضحى بحياته، وبيقول خلينا ما نتكلمش في الموضوع ده على الاقل دلوقتي، علشان الموضوع ده بالنسبة لي مؤثر نفسيا ومؤثر عليا. فبيقول له شياو افهم من كلامك ده انك كده محتاج لخبير عسكري بارع، حد فاهم في الحرب الحديثة، بس انا مجرد مزارع غلبان، كل اللي افهمه بس فنون تحويل الطاقة الداخلية. فبيقول له السيد وو
دو ما تقلقش، وان في فريق كامل هيدربه على الطيارة دي، وانه مش هيعمل اي حاجة غير انه يبقى مسؤول عن التدريب وبس، التدريب القتالي للطيارين، وان للاسف الطيارين بتوعه مع ان هم كويسين في الطيران بس في القتال مستواهم مش قد كده، وان هم دخلوا في منافسة مع شخص قادر انه يواجه 3 منهم في وقت واحد. فبيسألوا شياو ومين اللي كسب في المركز الاول، فبيقول له السيد وو انه كان نمر الظل والتابع لمنطقة شمال الصين. ومش بس المسابقة دي، ده كمان كسب المركز الاول في كل المسابقات الفردية وحتى الجماعية. هنا بقى كده بيسأل السيد وو للمرة الاخيرة لو هيقبل يبقى المدرب عنده، وبيوعدوا ان هم هيلبوا كل احتياجاته، اي حاجة يقدروا عليها، وان هو بس محتاج شوية من وقته يوميا معاهم. فبيقول له شياو انه مش مهتم يبقى عنده رتبة عسكرية او حتى يبقى مدرب، بس بيترجاه السيد وو، بيقول له ارجوك توافق، بيقول له ان هم فعلا محتاجينه، وان هم حتى هيقدموا خدمات للناس اللي بيحبها، وده لو وافق، وكمان هيتوفر حماية خاصة لعيلته كلها. فالمعلم شياو بيفكر في الموضوع ده كده شوية، وبيقول ان هو عنده اعداء كتير ويمكن يحتاج لحماية بجد، وبيقرر يوافق. وهم قاعدين بقى بيظهر كده خبر في التلفزيون، والخبر ده جاي من اليابان، وبنشوف ان في مجلس الشعب 6 من الحاضرين اتحولت فجأة كده لشكل غريب قدام الكل. وفي مكان تاني كده عند الجيش بنشوف ان شوية من العساكر مستنيين يشوفوا شياو ده اللي فضل السيد وو يتكلم عنه، واللي كان باين عليه انه بيحترمه جدا، واللي بيبقى عسكري منهم كده اسمه نانج عايز بقى يشوف على ايه كل التطبيل ده، وكمان علشان اصروا عليهم ان هم ييجوا ياخدوه شخصيا. وبيبقى حاسس كده ان الشياو ده غامض ومش معروف له لا اصل ولا فاصل، وممكن يبقى في النهاية حتة عيل ملوش اي لازمة وما يبقاش شاطر في المعارك ولا حاجة. وكمان بيبقى نانج ده شافه ولقاه شكله كده عيل سنه مش كبير، عيل رفيع كده، بيبقى شايف انه يقدر يوقع 10 زيه في ثواني بس. وبتقول له البنت اللي معاه ان مع ذلك البيانات اللي وصلتهم بتقول ان الشياو ده شاطر جدا ويقدر بكل سهولة يعدي اساتذة كبار في فنون الدفاع عن النفس. بس برضك المعلم نانج ده ما بيبقاش مقتنع بكده، وشايف ان اكيد البيانات دي كلها غلط. وبتقول له البنت خلاص يا معلم هو كده كده جاي قريب، ايه رأيك تبقى تجرب وتشوف بنفسك. وبعد كده بقى وفي مكان ما بيبقى المعلم شياو قاعد كده وبيستعمل احساسه الروحي، وبيقول انه قادر يشوف كل حاجة على بعد 1000 متر، واللي بيبقى عارف كده ان الجيش وصل علشان ياخدوه، والمعلم بيطلع يقابلهم. وبتستقبله البنت كده وبتحييه وبتعرفه ان هم مدربين من قاعدة التدريب، وان هم جالهم تعليمات ينقلوه عندهم. المعلم بيخليهم كده يدخلوا البيت، واللي اول لما بيدخلوا بيقول له نانج انا عايز ادخل معاك في قتال لاني عايز اثبت اني اقدر اهزمك. وبيقول له نانج لو ما قدرش يهزمه يبقى مش هيقدر يبقى مدرب، ومحدش هيقتنع بيه، محدش هيحترمه من الطيارين. فبيقول له شياو هي دي بقى الطريقة اللي بتتعاملوا بيها مع الناس لما بتطلبوا منهم خدمة؟ يا سلام. فبتحاول البنت تقول للنانج بطل العبط ده، اقعد في حتة بقى، ولكن المعلم نانج بيفضل مصر، وبيقول للشياو ما تقلقش مش هتعافى عليك. وبيروح المعلم نانج كده علشان يضرب شياو، ولكن بيلاقي درع سحري كده بيوقف ضربته، واللي بيضربه الشياو كده بيخبطه في الحيطة وبيكسر الحيطة من وراه. فعلى طول بتروح البنت تعتذر على الهبل اللي طلع من نانج ده، وبتأمر نانج يعتذر حالا، واللي بالفعل كده بيروح نانج للشياو وبيعتذر منه، وبيقول له ان قدراته كانت استثنائية جدا ودلوقتي هو مقتنع بيه كويس، وبيقول له ارجوك سامحني على تهوري، صدقني انا جاهل. وبتدي البنت كده لبس المدرب الخاص بيه، المعلم شياو بيلبسه وبيقول لها يلا بينا. وبعد كده بياخدوه في هليكوبتر للمنطقة العسكرية، وبتعرفوا البنت ان هم اول لما يوصلوا في عدد من المحاربين هيتحدوه، بس ممكن يتجاهل الكل لو حابب، بس بعدين في وقت التدريب ممكن ما يبقاش في احترام لاسلوبه. فالمعلم شياو بيقول لها مش مهم علشان الجيش اساسا القوة فيه هي الحق، وان فكرة حكم القوي على الضعيف دي مناسبة معاه. بعد كده بقى في مركز التدريب ده بنشوف قد ايه العساكر دي مستنيين شياو، الكل مستنيه بفارغ الصبر كده علشان يتحدوه. المعلم بيبان انه اتشهر جامد ما بينهم، وكمان بيبقوا عرفوا ان عنده 20 سنة، بس بيبقوا عايزين يشوفوا المميزات اللي عنده اللي يخلوهم يختاروا شخص صغير كده وكمان يبقى مدرب، وخصوصا ان معظم المدربين
المدربين بدأوا في الأربعينات، واللي بيبقى واحد منهم كده مخطط انه يضايق شياو، بس بيقول له عسكري تاني ان مهمتهم كجنود يطيعوا الأوامر كده وبس. فبيرد الراجل عليه ان هم هيطيعوا الأوامر، ولكن هو عايز يشوف قدرات شياو ده بس مش اكتر، يمكن يطلع ما عندوش اي قدرة، وانه لو مش هيقدر حتى يهزمهم يبقى يرجع لبيتهم احسن. بعد كده بقى بيوصل المعلم شياو اخيرا للمنطقه العسكريه دي، واللي قبل ما الهليكوبتر كده تعمل هبوط بينط شياو منها من مسافه عاليه، بس الجنود مش بيبقوا ملاحظين، واللي بيكونوا بيفضلوا مستنيينها تهبط، واللي بيعرفوا ان في حاجه وقعت منها. بعد كده بقى بيهبط المعلم شياو على الارض، واللي بيعمل زلزال كده من قوه الوقعه، مش بيلحق العساكر حتى يستوعبوا اللي حصل، واللي بيلاقوا شياو كده طالع من ما بين الحطام، واللي بيقول لهم انا مدربكم الجديد. فالعساكر مش بتصدق انه نط من الهليكوبتر، وبيقول العسكري لزميله ما شفتكش رحت اتحديته يعني، مش كنت لسه بتتكلم؟ وبيتعرف ولد اسمه تشو على شياو، واللي بيبقى شياو عارفه برضه، وده علشان كان عضو مجلس الرياضة في المدرسة الثانوية. وبيروح كده واحد من فريق التدريب واللي اسمه يانج بيحيي شياو وبيعرفه بنفسه، فبيقول له شياو انه سمع ان في ناس عايزين يتحدوه وناس تانية عايزين يضايقوه، وهو مستني يشوفهم وهيقبل اي تحدي. فبيقول له العساكر لا لا يا معلم، الكلام ده ما حصلش، محدش عايز يتحداك ولا حاجة. وبيفتكر شياو كده ان في حياته السابقة كان في شخص من اليابان قوي ولكن منعزل، واللي وصل لنص طريق عالم السيطرة، وكان الشخص ده قال لشياو انه كل ما بقى اقوى كل ما بقى اقرع. فبيختار شياو واحد اقرع كده من ما بين المتدربين دول، وبيتحداه يبدأ القتال معاه، وبيقول له انه هيسهل عليه الموضوع، هو مش هيتحرك خالص من مكانه، وكلهم ممكن يقتلوه لو حابين. فبيقول له كده عسكري ان الطريقه اساسا اللي نزل بيها من الهليكوبتر دي فوق مستواهم، وان هم بالنسبه له بشر غلابه، وان هم اكيد مش هيبقوا ند ليه، بس بما انه عايز يقضي عليهم كلهم في وقت واحد كده، فلو ما يقدروش عليه فهيبقى اهانه ليهم. هنا بقى بيبدا العساكر القتال، واللي بيوقف شياو اول واحد فيهم كده بصباع واحد، وبعد كده بقى بيرنهم العلقه التمام، ومش بيصدق العساكر انه قدر يقضي عليهم وان هم من النخبة، لا ده كمان عمل كده بايده واحدة بس. هنا بقى بيسألهم شياو ايه حد عايز يقاتل تاني، ولكن بيقولوا له ان هم خلاص اقتنعوا يا معلم. فبيقول لهم شياو ان هو مش مستغرب ان هم احتلوا المركز الاخير ما بين كل الجيوش، طلعوا ضحوكة الصين كلها، بس برضك بيطمنهم ان هو معاهم، يعني حتى لو مستواهم زبالة فهيخليهم يتحسنوا. بعد كده بقى وفي مكان ما بنشوف المتدربين بيتكلموا كده عن شياو، واللي بيشكوا كده ان هو يمكن بيقدر يستخدم فنون الدفاع واللي بتعتمد على الطاقة الداخلية زي مدرب كده اسمه هو، واللي علشان كده قوته جامدة. بس بيقول عسكري ان حتى لو هو كده فبرضك مش هيقدر ينط من آلاف الامتار بالشكل ده، وده الا لو هو من مستوى عالي جدا او يمكن اقوى من هو ده، وحتى قوانين الفيزياء مش موجودة بالنسبة له. وعند المعلم شياو واللي بيبقى عامل كده خطة تدريب كويسة، واللي بيقول ان في خلال شهر بس هيوصل فريقهم ده للمرتبة الأولى، وبيدي البنت دي ورقة بالتدريبات بيقول لها إن دوت المخطط بعد كده. فبتتصدم البنت منها، ولكن شياو بيطمنها وإن هم لو عملوا التدريبات دي بالظبط في خلال شهر واحد بس الكل هيتكلم عنهم. وبيقول العسكري بس إحنا مش هنقدر نتقن قدرات الطاقة الداخلية لأن إحنا كده بادئين في سن كبير. فبيقول له شياو إن التمارين بردك هتخليهم في مستوى كويس، هتعلي عندهم المهارات القتالية. واللي بيبدأ التدريب وبيبقى العساكر منبهرين بالطريقة دي بتاعت شياو، طريقة ممتازة. وبياخدوا المعلم نانج على جنب وبيسألوا لو هيحضر بطولة الدفاع عن النفس الأولى في العالم السنة دي. فبيسألوا شياو ده ايه البطولة دي؟ فبيتصدم نانج انه ما يعرفهاش، وبيقول له شياو انا اساسا مش عضو في عالم الدفاع عن النفس. فبيقول له نانج ان ديت بطولة بتتعمل كل 3 سنين، وكمان بتبقى حدث تجاري مهم، وهيبقى فيه كنوز وأسلحة كتيرة وعلاجات أسطورية وحاجات أكتر من كده. واللي بيقول له ان هم لازم يروحوا يحضروا مع بعض. فشياو بيقول له هيحصل خناقات هناك. فالمعلم نانج بيقول له ان هم كلهم هناك شاطرين في فنون القتال، يعني اكيد محدش فيهم هيسيب حد يجيله على طرف. فالمعلم شياو بيوافق ان هو يروح، واللي بيبقى مهتم يشوف مستوى المقاتلين الحالي. بعد كده بقى بيكمل الفريق التدريب، وبنشوف الراجل الأقرع ده واللي بيتفوق على معظم الفريق في التدريب مع ان هم كلهم بيعملوا نفس التمرينات. واللي بيقول له نانج ان هم محتاجين يعمموا تقنية النمر الابيض في الجيش كله ومش بس فريق الطيارين. وبيقول الراجل الاقرع لنانج انه عايز يتحداه، وبالرغم ان نانج ده اعلى منه
ولكن بيوافق، واللي بالفعل كده بيقدر الأقرع ده يعمل جروح في جسم نانج وبيهاجمه بسرعة من غير حتى ما يديله فرصة انه يدافع. بعد كده بقى بيجي في الوقت ده راجل كبير اسمه جونج ومعاه 2 من المساعدين، واللي بيبان على العساكر كلها ان هم بيحترموه. هنا بقى بيتصدم لما بيعرف ان شياو ده يبقى كبير المدربين، وبنعرف ان المعلم جونج ده كان المدرب السابق ولكن حاليا متقاعد. فبيحاول نانج يدافع عن شياو ده وبيقول لهم ان قد ايه هو قوي، ولكن محدش بيرضى يصدقه، وان شخص شكل عيل صغير يبقى بالقوه اللي بيقولوا عليها دي ده اكيد مستحيل. وبتروح بنت اسمها باي كده كانت مع جونج ده، واللي بتطلب من شياو ان هي تقاتله، بس المعلم بيقول لها انه مش بيقاتل ستات. فبتتعصب باي دي، واللي بتفضل كده تستعرض قوتها، واللي بتفضل تقول له انه خايف منها مع انها بنت. واللي بيسألهم جونج ايه اللي خلى مستواهم ينزل للدرجة دي، لدرجة ان هم يعتمدوا على شخص من مستوى متدني كده، ده ايه الوقاحة دي؟ واللي بتفضل باي مصرة تقاتله، فاللي بتهجم عليه كده من غير ما تستأذن، ولكن شياو بيوقف الهجمة دي وبيجيبها على الارض. واللي بيبقى فيه ولد كده اسمه تشانج عايز يهجم، ولكن جونج بيوقفه، بيقول له شياو ده قوي بجد وان هم كمان مش قده، وبيقول لشياو انا مستني اشوفك في بطولة الدفاع عن النفس. واللي بيبقى هياخد الصحبة اللي معاه كده ويمشوا، ولكن شياو بيوقفهم وبيقول له ان تشانج ده ما اعتذرش ليه عن طريقته. المعلم شياو بيقول ان لو تشانج ده عايز يخرج من هنا يبقى لازم يعتذر، يا اما بكل بساطة كده هيقطع رجليه وهخرجه من هنا وهو زاحف. فالمعلم جونج بيقول له ياه ده انت قاسي قوي، ممكن تسهل الموضوع شوية، وان شخص بالاخلاق دي ما يستحقش حتى يبقى البطل الرئيسي. فالشاو بيقول له ما تشغلش بالك، وان هو دلوقتي مجرد شخصية ثانوية بالنسبة له. فهنا بقى كده بيتعصب المعلم تشانج جدا، وبيقول له انه بيحاول يبينه كأنه عدو. فبيقول له شياو لو عندك اي شكوى تقدر تقولها للمدير. فبيقول له تشانج انت كده بتهزقني، انا كده هضطر اضربك وهمشي عادي ولا كأن حاجة حصلت. هنا بقى بيبدأ تشانج الهجوم، فالمعلم شياو بيمسك ايديه علشان يوقفه وبيطيره لبعيد. فالمعلم جونج بيحييه وبيقول انه فعلا يستاهل يبقى استاذ، واللي بيفضل العساكر بتوع شياو كده يحيوه ويحترموه علشان كسب القتال. فبيقول لهم شياو يلا دلوقتي تقدروا تخرجوا. فبيقول له جونج احنا محتاجين اعتذار مناسب الاول، وبيقطع تشانج رجله وبيزحف. والمعلم جونج بيسأل شياو مرضي كده يابا؟ فالشياو بيقول له ايوه راضي كده، يلا تقدروا تمشوا. واللي بيفضل نانج كده يفكر فقد ايه لو شياو عمل كده في البطولة بتاعة العالم ده اكيد كله هيخاف منه. بعد كده بيكمل الفريق التدريب، وبيعدي كام يوم وبيبقى المعلم شياو شايف ان التدريب ماشي كويس، وده طول ما الفريق بيتبع تعليماته وكل اجراء الترتيبات زي ما هو طالب بالظبط. بعد كده بيجي نانج يعتذر له عن اللي حصل من كام يوم، واللي بيقول له انه متوقعش ان يحصل اللي حصل ده مع السيد جونج. فبيقول له شياو ما تحطش الموضوع في دماغك، وان هي مش غلطته اساسا من الاول. وبتقول البنت لشياو ان التدريبات واضحه تاثيرها جدا على المتدربين، وان هي بلغت الرؤساء اللي اعلى منهم بالنتائج، وان هم حابين يبلغوه بكام قرار كده من هنا ورايح، زي انه مسموح له يتخذ القرارات بنفسه طالما حاجه تخص الفريق، وكمان يقدر يفضل محتفظ بالرتبه العسكريه لاجل غير مسمى، وده طول ما هو موافق يفضل المدرب الرئيسي للفريق. بعد كده بقى بيعدي 6 شهور، وده من وقت ما شياو بقى المدرب. فالمعلم زهق بقى، بيقرر ياخد اجازة وبينزل المدينة، واللي هناك بيقابل شخص يعرفه معرفة قديمة واللي اسمه مينج، بيعزمه على الاكل من الكشك بتاعه ده. هنا بقى بيسأل مينج شياو عن احواله، واللي بيقول له بيسأله شغال ايه دلوقتي، وان شكله كده بيشتغل في حاجة مرتبها قليل، واللي بيعرض عليه انه يجي ويبقى المدير على كشك الشواء بتاعه ده وهيقسموا الارباح بالنص. فبيقول له شياو انه عايزه هو اللي يجي يساعده في الشركة بتاعته. فبيقول له مينج عايزني ابقى موظف وارتب ملفات واخد ملاليم. فبيقول له شياو يا ابني انت دارس الهندسه العقاريه، وعلشان كده انا محتاجك في تطوير مشروع عقاري وهتبقى المسؤول عن المشروع ده. فبيقول له مينج انت الكام مشروب اللي شربتهم لحسولك دماغك ولا ايه؟ وان هم حتى لما كانوا في ثانوي ولسه بيحلموا ما كانش شياو مغرور كده. وكمان بيعرفوا ان خليج شانسوي ده اللي عايز شياو يعمل فيه المشروع ده ما كان سمعته وحشه جدا، وكمان مشروع زي ده هيكلف مليارات، واكيد هو
شغل وما كسبهوش مليارات يعني. يا ابني ما تحلمش بقى، كفاية كده. وبيتريق عليه وبيقول له ان اكيد في ال6 شهور اللي فاتوا دول شكلك كنت مختفي كده بتسرق بنك. وبيسأل مينج لو شياو لسه فاكر لين، البنت الجميلة اللي كانت معاهم في المدرسة، والمعلم شياو كان كتب لها جواب بيعترف لها فيه بحبه ليها، واللي قرأه بصوت عالي كده قدام الكل، وبيعرفوا ان هي عايشة حياة كويسة، عايشة مع شخص اسمه يان. وعلشان كده المعلم يان ده كان بيتنمر عليه زمان لحد اما بقوا اصحاب وبطلوا الحركات دي. وبيفتكر شياو ازاي مينج ساعده في الوقت ده لما رجليه اتكسرت بسبب تنمر يان، وبيوعد مينج انه هيضمن له حياة كويسة، وده علشان وقفته جنبه. فبيقول له مينج يا عم ما تتكلمش كده، احنا اخوات يعني مفيش بينا الكلام ده. وكمان كده بيسأل شياو هو بيعمل فلوس قد ايه في الشهر، اصلي شايفك كده عمال توعدني اني هبقى غني وحاجات كده انا مش فاهمها. وبيكمل الاتنين شرب مع بعض، والمعلم مينج فاكر ان شياو كل ده بيهزر. وبيشوف الاتنين عصابة فجأة كده، وبيحذر مينج شياو من انه يمشي. وبتيجي العصابة كده ناحية الكشك، واللي بتقول لمينج انت ما دفعتش رسوم التأمين الشهرية، وان هو مش هيسيبه لو ما دفعش النهارده. فبيحاول مينج يستعطفه وبيقول له انت عارف الوضع، الدنيا نايمه، وان امه دلوقتي موجوده في المستشفى والمصاريف كتيره عليه، وهو مش معاه اي فلوس الفتره دي. فرئيس العصابه بيقول له ولا انا مش مهتم بكل الكلام ده. واللي هنا بقى بيامر رجالته كده يحرقوا الكشك ده ومحدش بيقدر يتدخل. واللي بيفضلوا يقولوا ان رئيس العصابه ده تبع النمر، يعني محدش يقدر علينا. فبيحذر شياو الرئيس ده يمشي دلوقتي قبل ما يفوت الاوان، يا اما مش هيقدر حتى يزحف. يلا امشي من هنا، صدقني مش عايز اطلعك زاحف. فبيقول له الرئيس هو انت تبقى مين بقى يا معلم؟ واللي لما بيعرف انه زميل مينج بيفضل يتريق عليه وبيقول له ياه فكرتك من عيلة غنية ولا حاجة، بس طلعت من نفس عينة الزبالة ده. فالمعلم شياو بيتعصب اكتر وبيضرب الرئيس. فبيقول له الرئيس يد انا تبع النمر، وانه حتى لو قدر عليه فمش هيقدر على النمر. وبيقرب مينج منه كده وبيقول له نفس الكلام، بس المعلم شياو بيطمنه وبيقول له ان هو وعده بحياة امنة. هنا بقى بيقول الرئيس للشياو انا اتصلت لك بالنمر، زمانه جاي في الطريق، وانه لسه قدامه فرصة يتوصل له بالرحمة، واللي وقتها بس ممكن النمر يسيبه. وبيطلع الخنجر بتاعه ده وبيعرف شياو ان الخنجر ده مسموم، يعني حتى جرح بسيط منه قادر يخلص عليه بسهولة، بس بسبب غبائه ده بيلحس الخنجر بغرور، واللي بيقع كده بسبب تأثير السم. بعد كده بقى بيجي النمر، واللي اول لما بيشوف شياو بيفضل يتأسف له على الغبي رئيس العصابة واللي عمله، وبيقول له انه كان يستاهل الموت. فبيقول له شياو كده هو قتل نفسه، انا ما جيتش جنبه. فهنا بقى بيتصدم المعلم مينج من نفوس شياو، وبيصدق دلوقتي انه عايز يعمل مشروع بجد، وبيسأله لو لسه ينفع يوافق. فالشياو بيقول له اكيد طبعا، وبيسأله عن حالة والدته. فبيقول له مينج تعبانة شوية، محتاجة عملية ب2 مليون، وانت عارف البير وغطاه. فالمعلم شياو بيقول له انا عايز ازورها بكرة. وعند المعلم مينج في البيت بيفضل يفتكر كده كلام الدكتور عن حالة امه، وان هي لو ما عملتش العملية دي هتموت، واللي بيبقى مكسوف انه يطلب من شياو الفلوس دي، وانه عمل كتير علشانه، بس في نفس الوقت برضك مامته محتاجة العملية وما ينفعش تتأجل. وبتيجي رسائل لمينج كده من زميل قديم، واللي بيقول له انه عرف انه مسك مشروع خليج شانسوي، وانه عايزه ياخد الموارد من شركته، وبيوعده يهتم بفلوس عملية امه. فبيروح المعلم شياو اليوم اللي بعده ده لمكان البناء، وبيقابله يان زميله المتنمر اللي كان في المدرسة، واللي بيفضل يتريق على شياو وان شكله كده لسه فقير، شكله لسه بائس. واللي بيسأل شياو كده عن مكان المالك بتاع المشروع ده، فبيسأله شياو انت عايز ايه بالظبط، بس بيفضل يان يتريق عليه وبيقول له يالا انت عامل بسيط، يعني الحاجات دي مالكش فيها. وبيقول له انه صعبان عليه علشان برضك مضطر انه يشيل الطوب، ولكن هو ممكن يوفر له وظيفة تانية، شركة كده ينظف حمامات يعمل شاي، والمرتب 5000، يعني مدلعك اهو. واللي بيفضل شياو متجاهل كل الكلام ده لحد ما بتجيله مكالمة من مينج بعنوان المستشفى، فبيسيبه وبيمشي. وبيتعصب يان علشان شايف ان الشياو كده مغرور، واللي بيتوعد له انه هيبعت حد يقتله. وبالفعل بيتصل على شخص كده اسمه دياو، ولكن مش بيرد عليه. بعد كده بقى وفي مكان ما بنشوف المعلم شياو راح المستشفى المينج علشان يشوف حالة والدته، واللي بيبان عليها التعب جدا. والمعلم مينج طبعا متأثر بحالتها، وبيعرف مينج والدته كده على شياو. فبيقول لها شياو خليكي مرتاحة، ما ينفعش تتحركي، وان هو هيحاول بس يبص
بصة سريعة على حالتها. بعد كده بيروح المعلم شياو ناحية دماغها وبيستعمل قوته، وده علشان يشوف حالتها اخبارها ايه، ولكن بيلاقي ان هي مش وحشة للدرجة دي ومحتاجة انه يدخلها بس شوية طاقة روحية علشان تبقى كويسة. فبتحس الام فجأة كده بطاقة غريبة، حاجة بتخليها احسن وبقت مرتاحة بشكل كبير، وبتسأل لو شياو ده بيدرس الطب. فالمعلم مينج بيقول لها ياه ده انت شكلك بقى اصغر ب20 سنة. فبتقول له الام ان هي حست ان هي بقت خفيفة ويمكن احسن كمان من قبل ما تعيا. هنا بقى بيتصل المعلم مينج بالدكتور، واللي بيجي بسرعة كده يشوف حالتها. بيجي الدكتور وبيعمل لها كل التحاليل اللازمة، واللي بيتصدم لما بيلاقي بياناتها زيها زي اي شخص عادي، كأنها ما كانتش تعبانة اساسا، لا ده يمكن احسن كمان، وغير شكلها اللي اتحسن بشكل كبير واللي حتى عمليات التجميل ما تقدرش توصله. هنا بقى بيسأل مينج شياو انت يا ابني ازاي قدرت توصل للقدرات دي، واذا كان هو شياو نفسه اللي كان يعرفه من ايام المدرسة. وبيعرفه مينج انه امبارح يان زميله كلمه، ولما عرف انه بقى المسؤول عن مشروع الخليج طلب من مينج انه يبقى مورد لمواد البناء، وكمان طلع عارف بوضع والدتي واستغلني بانه بيقول لي انه هيدفع ثمن العملية، وده طبعا مقابل موافقتنا على العرض، يا اما بقى هيبعت شخص يعتدي على والدتي. ما كانش قدامي حل غير اني اوافق، وبيعتذر للشياو علشان وافق على حاجة زي كده. بس المعلم شياو بيقول له يا ابني الموضوع مش كبير للدرجة دي، ما تشغلش بالك، هبقى اشوف الموضوع ده بعدين. بعد كده بقى بنشوف المعلم يام في تجمع كده فيه رجال اعمال، واللي بيقولوا له انه شاطر جدا، وده علشان يقدر يبقى جزء من مشروع كبير زي مشروع الخليج ده. فالمعلم يام بيقول لهم عيب عليكم، ده انا علاقاتي جامده قوي، انا مش اي حد ولا ايه. ولكن في الوقت ده بيدخل شياو عليهم، واللي بيفضل كده رجال الاعمال يهزقوه، مفكرينه بقى نادل في المطعم، بيسالوه انت ازاي تدخل علينا بالشكل ده. فالمعلم يام بيقول لهم ياه ده زميل دراسة قديم، عيل بسيط كده وفلاح، بيشتغل دلوقتي في معامل البناء. وبيفضل يحكي لهم ازاي عرض عليه وظيفة واللي هي كانت عامل نظافة في شركة، ولكنه رفض مع انه كان كريم جدا معاه في المرتب، حاجة ما يحلمش بيها. فالمعلم شياو بيقول له كده بكل ثقة خلصت هاري، تقدر تطلع دلوقتي وهخلي الموضوع يعدي بسهولة. بس بيكون واحد من اللي موجودين كده هيهاجم شياو، بس يام بيوقفه، بيقول له يا ابني مش لازم نهتم بالناس اللي زي ده، احنا نخبة المجتمع. وبيفضل يهزق شياو وبيقول له يلا اسحب زي الكلب يمكن اسامحك. هنا بقى بيرد راجل من اللي موجودين وان مش علشان يان عنده فلوس يبقى من حقه يدوس على كرامة الناس، لا ده كمان بيهزق اللي موجودين وبيقول لهم ان هم بدأوا صغيرين برضه وكانوا بيشيلوا طوب واسمنت، وان هو على ما يوصل الموضوع خد منه وقت كبير، يعني ما بقاش غني كده من يوم وليلة، واكيد معظمنا كان كده، ولكنكم شكلكم نسيتوا اصلكم، عالم ما تستاهلش. وبيكمل الراجل ده وانه كمان شايف ان الشياو ده خارج منه هالة قوية، هالة فيها هيبة كده، وكمان هادي وثابت، وبيفضل يتكلم عن صفات كويسة واللي حاسسها كلها في الشياو، وبيقول لك واضح عليه كده انه مش شخص عادي. فبيتعصب عليه شخص تاني كده من رجال الاعمال واللي بيشتمه وبيقول له انت مش عايز تبقى في مشروع الخليج ولا ايه، وان هو محتاج يقف في صفهم هم. فبيقول له الراجل انه مش مهتم بالكلام ده ومش مهتم يخسر فلوس لو مضطر يبقى معاهم، وان هو بيكره يبقى متواجد معاهم اساسا لان هم مستعدين يطبلوا لبعض لو الموضوع فيه شر لغيرهم. وبيقول له يان انت جيت منين اساسا، وايه اللي موقفك معانا لحد دلوقتي، طالما احنا مش على هواك يلا امشي. وبيطردوا بره. بس المعلم شياو بيساله اسمك ايه، وده علشان بيبقى عجبه شخصيته. فالراجل بيقول له اسمي تشون. فبيقول لهم شياو الكل يخرج بره ما عدا تشون، وان مشروع الخليج اللي قاعدين يتخانقوا عليه ده اساسا بتاعي ومحدش فيهم يستجرى حتى يعدي من قدامه. يا ابن اللعيبه يا جامد. وان بعد الطريقه اللي عملوه بيها دي فالكل ينسى ان هم يبقوا مشتركين في المشروع ده. فالولا يام بيقول له ياد انت شكلك كده وقعت على دماغك، انت قاعد تهلفط كده باي كلام، فاكر نفسك مالك المشروع بجد ولا ايه. هنا بقى بيتدخل النمر في الوقت ده واللي بيقول ليان شياو ادالك فرصه تخرج وما خرجتش. هنا بقى بيتصدم الكل من وجود النمر ده، جه منين ده، وكمان مستغربين وقفته مع شياو. وبيبقى النمر كده جايب زمايله معاه ومش بس لوحده، واللي بيأمرهم يعجنوا العيال اللي قاعدين يتنمروا على شياو دول.
دول، وبيرن يان العلقة التمام، بيخليه نايم على الارض كده مش قادر حتى يفتح بقه. وده بعد ما كان قاعد يشتم في شياو. وبعد ما بينفخ النمر وعصابته وكل اللي موجودين في الاوضه دي، بيأمرهم يشكروا شياو على وجوده معاهم، وكمان يعتذروا على اللي عملوه. بعد كده بقى بيعمل المعلم شياو مكالمه، واللي بيقول فيها انه عايز تشون ده هو اللي يجيب لهم مواد البناء. هنا بقى الواد يان يا عيني مش بيبقى مصدق، وان هو بجد طلع مالك المشروع. بعد كده بقى وفي مكان ما بنشوف المعلم يان يا عيني متجبس، وباين كده ان الدنيا داست عليه، وبيبقى معاه راجل ضخم واللي اسمه اودو. بيسأله مين الشخص اللي عمل فيك كده، واللي لما بيعرفوا ان شياو اللي عمل كده بيتوعد له انه هيقتله. بيقول له انا اللي هنتقم لك. هنا بقى بيبقى الواد يان متأكد ان اكيد شياو هيموت المرة دي، اكيد مش هيقدر يهرب منه. بعد كده بقى بنرجع تاني للمعلم شياو، واللي بنشوفه راح كده لموقع البناء، وده علشان يشوف اخبار الشغل وصلت لايه. واللي لما بيشوفه مينج بيقول له ان الليله اللي فاتت دي مجموعه اشخاص ظهروا فجاه كده وضربوا كل العمال، وحصل حاله وفاه واكتر من 30 اصابه. وطبعا مينج بلغ الشرطه، ولكن لسه ما عندوش اي اخبار عن اللي حصل ولا مين اللي وراه. لا ده كمان جات له مكالمه فجاه كده، واللي كانت من تشون، بيقول له فيها ان سلسله توريد مواد البناء اللي عندهم اتقطعت فجاه، وده من غير سبب. وهم بيتكلموا بقى بيظهر شخص فجاه كده من العدم. الشخص ده بيحاول يهاجم شياو، ولكن المعلم شياو بيقدر يتفاداه. واللي بيسأله لو يان اللي بعته، فبيرد عليه الغريب ده وان ايوه يان هو اللي بعته، وكان عايز يعزمه على عزومه صغيره كده يعني. ولكن بيديله شياو العلقه التمام على الهجوم ده، بيخلص عليه وبيقول له عينيا هبقى اروح له حاضر. وبيقرر شياو انه محتاج يخلص الموضوع ده بنفسه. بعد كده بقى وفي مكان ما بنشوف لين بتسأل يان لو متأكد ان اودو ده هيقدر على المهم. فالمعلم يان بيقول لها اودو ده اخويا الكبير ولسه راجع الصين، وصدقيني شاطر جدا في الفنون القتاليه، ده كان بيتدرب 10 سنين بره الصين. وكمان بيقول لها انه مش بس اودو، ده كمان هيبعت شخص تاني اسمه تيان، يعني كده مستحيل شياو يقدر يهرب منهم المره دي. واللي بتساله لين كده عن هويه تيان ده، فبيقول لها يان ده شخص مهم جدا، شخص بارز كده في المهارات القتاليه. بعد كده بقى بنشوف في مكان ما المعلم اودو واللي بيكون معاه مجموعه من الرجاله. هم هنا بقى كده بيتناقشوا في اللي هيعملوه في الشياو، وده بعد ما جمعوا عنه معلومات كتيره. وبيذكر المعلم اودو موضوع ان الشياو ده قريب جدا من تشينج بنت عائله مو. فبيتعصب تيان اول لما بيسمع كده، وبيقول له دي اشاعات بس، وبيقول على تشينج دي ان هي مراته، واللي بيبقى عايز يصفي حسابه مع الشياو في اسرع وقت. بعد كده بقى بيروح المعلم شياو تاني يوم كده ليان، واللي بيساله يان جايب الشجاعه دي كلها منين يالا، جاي لي بنفسك؟ وان هو لو فاكر انه علشان قريب من عيله مو فهو مش هيقتله، لا يبقى غلطان. فبيطنش شياو الكلام ده وبيمشي ناحيته لحد ما خلاص بيبقى قرب منه كفايه، وانه يوجه صباعه ناحيه جبهه يان وبيستعمل قوته علشان يقتله. هنا بقى بيظهر اودو في الوقت ده وبيكون متعصب، وده علشان شياو قتل اخوه، وبيقول له انا اللي هقتلك. وبيبقى في ناس حاضره كده ومراقبين اللي بيحصل ده، واللي بيفضلوا يقولوا ان كده شياو كتب على نفسه الموت، هو ازاي يتعامل مع عيله يان المعروفين كده؟ ولكن المعلم شياو مش بيبقى مهتم بحاجه اساسا غير انه يلاقي الحق. واللي بيسال اودو انت اللي بعت الناس لموقع البناء؟ فالمعلم اودو بيقول له هتعمل ايه يعني؟ فبيهزقه شياو وبيقول له انزل كلمني راجل لراجل، وبيستعمل كده قوته علشان يكسر السلالم ويوقعه. بيجيبه على الارض قدامه، ومع انه بيتصاب اصابات خطيره ولكن بيقوم. بيحاول يضرب شياو كده بالخنجر اللي معاه ده، ولكن ما بيلحقش، وده علشان شياو بيضربه. بيجيبه على الارض كده مره تانية، والناس كلها بقى مش مصدقه ان شياو قدر على اودو، واللي معروف في كل مكان بقوته. وبيقول له شياو طالما بتحب اخوك للدرجه دي يبقى هوديك عنده. وبيكون المعلم كده لسه هيقتله، ولكن بيجي تيانو بيوقفه، واللي بيقول لشياو انه يمكن عنده شويه موهبه ولكن مهاراته مش كفايه علشان يقاتله، واللي بينصحه يقطع رجليه بنفسه دلوقتي بدل ما يموته احسن له، واللي بكده يبقى عنده حجه يقولها لعيله يان. وفي الوقت ده بنشوف ان تشينج وجدها سمعوا بكل المشاكل اللي حصلت دي، وراحوا يشوفوا الموضوع بنفسهم ويشوفوا لو يقدروا يساعدوا باي حاجه. واللي بالفعل بيدخل الاتنين كده لبيت يان، وبيفضل الناس يتريقوا على شياو، بيقولوا له ايه يالا هم جايين يحموك ايه، ما تقدرش تحمي نفسك؟ وبيفرح تيان اول لما بيشوف تشينج، ولكن تشينج ولا بتعبره. بعد كده بقى بتروح تتكلم كده مع شياو
شياو وبتقول له ان هي بتعتذر عن اللي حصل ده وان هو كان غلطها علشان ما امنوش المشروع كويس. واللي بيفضل الاتنين كده يهزروا مع بعض قدام تيان، واللي بيتعصب وبيقول لهم ده انتم مرتبطين بقى. وبيروح الجد لتيان وبيسأله انت ازاي تتجرأ تقلل من احترامك لشياو، انت عبيط؟ وبيأمره يروح يعتذر حالا يا اما بقى هو شخصيا مش هيقدر يحميه. فبيقول له تيان انت بتخرف يا راجل، انت بتخرف علشان سنك ولا ايه؟ انا معروف بقوتي في كل مكان. فبيقول له الجد بطل عند، وانه فعلا مش عارف ايه اللي مستنيه. واللي بتفضل تشينج كده تدافع عنه برضه. فبيقول لها تيان ان هي كانت طول عمرها قدرها تبقى معاه هو مش مع الضعيف شياو. فبتتعصب تشينج وبتضرب تيان زيريبو بالقلم وبتقول له بطل تبقى موهوم، لازم تفوق، وان ما كانش في حاجه اساسا ما بينهم. واللي بيقول لها تيان انا هخلص على الشياو ده، انا هقطعه قدامك علشان تعرفي انه مجرد ضعيف. هنا بقى بتقول تشينج للشياو خلي بالك لان تيان ده قوي بجد. فالمعلم شياو بيقول لها بطلي تستهيني بيا بالشكل ده. واللي بيروح كده ناحيه اودو، بس المعلم تيان بيروح جري وبيقف قدامه وبيقول له ما تقدرش تلمسه طول ما انا عايش. فبيرد الشياو وبيقول له مستعجل على ايه، دورك جاي. واللي مش بيديله اي فرصه يدافع عن اودو، وده علشان بيقدر يقتله من بعيد بقوته يا ابن اللعيبه. هنا بقى كده بيحس تيان في الوقت ده انه كان بيقلل من قوه شياو وانه اكيد مش بالضعف ده، وبيحاول كده يهاجم شياو ولكن بيقدر يوقفه بصباع واحد بس وهو مستعمل اقصى قوته. بعد كده بقى بيتراجع تيان واللي بيحاول كده يهجم مره تانية، بس بيقدر شياو يوقف برضك هجمته. واللي بيقول له جه دوري اهجم انا بقى. فبيحاول الجد يترجاه يسيب تيان ولكن شياو ولا بيهتم وبيضرب تيان. فبيترجى الجد تاني كده يسيبه عايش علشان يبقى ابن صديق قديم ليه، والصديق ده كان ساعده قبل كده، وكمان موضوع مشروع خليج شانسوي ملهوش علاقه بيه، وعيال عيله تيان هم السبب. فبيوافق شياو مع انه غالبا مش بيسامح الناس بس عمل كده علشان الجد. هنا بقى بيحس المعلم تيان كده ان كرامته اتهانت قدام الكل، وده بعد ما شياو هزمه وقتل عيله تيان قدامه وكمان سرق حبيبته. وبيقول شياو انا ما عنديش مشكله اسيب تيان عايش ولكن عندي شرط. واللي بيروح كده ناحيه تيان ده وبيضربه في ايديه ورجله وبيسيب له ايد واحده بس سليمه، ومش بيقدر الجد يتدخل المره دي، وده علشان شايف انه يستاهل اللي حصل له ده، وده بسبب عنده، وان شياو بالشكل ده يعتبر اظهر كرم ليه، ده كده عفى عنه كويس انه ما قتلوش، وان هو هيقابل ابوه ويشتكي له بنفسه. بعد كده بقى بيفضل المعلم تيان برضك حاسس انه تهان ومش قادر يتخطى ده. بعد كده بقى بيعدي شويه وقت وبنشوف ان بتيجي مكالمه للشياو من ابوه، واللي بيقول له ان عرف من عمته انه بقى مرتبط ببنت غنيه وعايز يتخلى عن لين، وبيحتاج الاب تفسير للكلام ده، وبيقول ان لين وامها جم شخصيا عندنا، جم علشان يعرفوه باللي حصل ده، واللي بيأمره يرجع للبيت بسرعه. بعد كده بيروح المعلم شياو البيت، واللي بالفعل كده بيلاقي ام لين قاعده تتكلم عن اللي عمله، وان هو ساب بنتها وقاعد يدخل في علاقات مشبوهه، وان هما من عيله مرموقه يعني ما يقبلوش الكلام ده. واللي بتفضل كده تعاير شياو وان هو اكيد طلع بالشكل ده علشان كبر وهو ما عندوش علشان كده بقى حساله، وبتطلب من الاب يقدم تفسير باللي حصل دلوقتي يا اما مش هتسيبه هو وابنه على الكلام ده. فبيحس شياو كده ان هما بيستعبطوا علشان يستفزوا ابوه، وده علشان ياخدوا منه فلوس. وبيشوف شياو لين لما بيدخل البيت وبيقول لها ايه وانج اتخلى عنك. هنا بقى بتهزقه الام وبتقول له بطل تقول الكلام الفاضي ده، وبتفكر لين هو عارف ازاي ان هي فعلا ما بقتش على تواصل مع وانج. فبيتجاهل شياو كل الدوشه بتاعتهم ديت وبيروح كده يحضن ابوه وبيقول له انت وحشني بقالي كتير ما شفتكش. وبنعرف ان المعلمه لين لما عرفت ان شياو بقى غني راحت تقول له امها، واللي وقتها امها قالت لها لازم نروح لابوه، لازم نطلب حقنا، ويعملوا نفسهم لسه مرتبطين بابنه، وكمان علشان شياو كان مرتبط بلين وهو كحيان، وقال يعني هي ضيعت شبابها معاه. بعد كده بقى بنرجع للحاضر وبنشوف الام وهي بتطالب كده بحق ابنها، واللي بيقول لها شياو ده انت بجحة جدا. فبيحاول الاب كده يحل الموضوع ده كده بهدوء وبيقعد معاهم كلهم، وده علشان يسمع من الطرفين، وبيقول للام ان ما عندوش مشكله ان الجوازه ديت تتم، والام بتقول ان هي ما عندهاش مشكله تدي للشياو فرصه تانية ولكن عندها
لها كده شوية مطالب صغيرة زي تعويض ب50 مليون علشان الضرر النفسي اللي اتعرضت له بنتي، وكمان يشتري لكل افراد العيلة عربيات وكم عقار كده في مشروع شنصوي الجديد. واكيد دي طلبات بسيطة. طلبات بسيطة؟ ها يا بنت الطماعة. هنا بقى بيتصدم الاب من كم الطلبات دي وبيقول لها نعم، هنجيب لك تمن ده كله منين؟ انت اتجننتي؟ ده احنا معناش تمن عجلة حتى. فبتقول له الام خلاص ممكن انزل من ماركات العربيات لماركات اقل. هو اساسا الاب ده كل ده مصدوم وبيسأل شياو هو ايه خليج شنصوي اللي بيتكلموا عنه ده يا ابني؟ فالمعلم شياو بيقول له اختصار الكلام الاتنين دول جايين هنا علشان عايزين مننا فلوس، وما يصدقش اللي بيقولوه ده. وكمان بيعرفوا ان لين كانت مرتبطة براجل غني، الراجل ده كان اسمه وانج، وبرضك علشان الفلوس. هنا بقى بيقول الاب يعني بنتي خانت ابني علشان الفلوس. فبتتوتر الام وبيقول لهم شياو ده انتوا عندكم بجاحة غريبة وعندكم غرور بلا هدف، والفلوس عندكم اهم حاجة. ولكن هو مش مهتم لكل الكلام الفاضي ده، وشايف ان هم اقل حتى من ان هو يناقشهم. لا وفوق كل ده جايين وبيحاولوا كده ياخدوا فلوس من ابوه، وان لولا ان ابوه شخص عاقل كده وبيحاول يحل المشاكل دي كان شال عيلتهم ديت تماما من على وش الارض، وبيأمرهم يخرجوا بره. يلا اطلعوا. هنا بقى بتبقى المعلمة لين خايفة وان هم كده هيخرجوا من غير ما يقلبوا رزقهم في اي حاجة ومش هياخدوا منهم جنيه، وبتحس كده ان هي محتاجة تتصرف وتعمل حاجة بسرعة. والمعلم شياو بيبقى في عالم موازي واللي بيقول لابوه لازم اخدك اوريك خليج شنصوي ده، وان هو عمل له فيلا مخصوص هناك، فيلا كبيرة جدا. واللي بيفضل يوصف له كده شكل الفيلا وبيقول له هيبقى عندك كمان مساحة تزرع الحديقة وانت فاضي. هنا بقى بتحاول الام كده تلطف الجو بعد ما شياو خلاص فضح بنتها وبتقول عليه حما بنتها، ولكن الاب بيتريق على كلامها ده وبيقول لها ما تقوليش كده تاني لان هو مش من مستواهم برضه، يعني ما يقدرش يبقى حماهم. فبتغير الام كلامها وبتفضل تقول ان وجود بنتها مع عيلتهم اساسا كان نعمة، وان واضح كده ان في سوء تفاهم محتاج يتحل، وان الموضوع ده هيتحل ومحتاج شوية وقت بس، وان الخناقات ما بين المرتبطين حاجة طبيعية. فبيقول لها الاب الاتنين كبار كفاية علشان ياخدوا قراراتهم بنفسهم. وبتروح المعلمة لينا علشان تتحايل على الشياو وكده يرجعوا من تاني، ولكن المعلم هنا بيفضل رافض. واللي بتقول له الام انت يالا ناكر للجميل، ويحمد ربنا ان بنتها بصت له اساسا وهي احسن منه شكلا وشخصية، وان اي حد يتمناها، وان هو مستحيل يلاقي حد احسن من بنتها، وان هو لو انحنى واعتذر دلوقتي فممكن تديله فرصة تانية. بعد كده بتيجي تشنج في الوقت ده واللي بتقول مين الست دي وبتتكلم كده ليه، وبتقول ان الستات هتموت على الشياو دول مستنيينه طوابير. واللي بتعرف نفسها وبتقول ان هي اكيد ما تقلش حاجة عن بنتها. وبتتعرف تشنج على الام لما بتفضل تذكر اسم عيلتها وبتقول ان هم عيلة معفنة وشكل الهطل كده عندكم وراثة. فبتتعصب عليها الام ولكن مش بتقدر تقول اي حاجة، وده لما بتشوف كمية الحرس اللي مع تشنج واللي جاهزين في اي وقت ينفخوها هي وبنتها. هنا بقى بيقول الاب لشياو اياض يا ابن المحظوظة حظك حلو في الستات. فبيضحك شياو وبيقول لابوه لازم اخدك اوريك الفيلا بتاعتك الجديدة يلا دلوقتي. بعد كده بقى بيتفاجئ الاب من حجم الفيلا وبيسأله عن سعرها، فالشياو بيقول له ما تشغلش بالك بالفلوس، وبيعرفه ان كمان في انماط تانية ممكن يختار منها لو حابب. بعد كده بقى بيجي مينج وبيعرف شياو ان زميلهم شوتينج من المدرسة عيد ميلاده قرب ودعا كتير من صحابهم من الثانوي، وبيسأله لو حابب يروح معاه، مع ان المعلم شياو ما بيحبش التجمعات دي ولكن بيوافق، وده علشان يرد الجميل لشوتينج اللي كان كويس معاهم ايام المدرسة. بعد كده بقى بتيجي تشينج واللي بتطلب من شياو يتدربوا شوية، وده علشان حتى لو هي دايما في حماية اللي حواليها فهي برضك محتاجة تبقى قوية. واللي بعد ما بيخلصوا بتديله كده مفتاح العربية وبتقول له يلا تقدر تستعملها في اي وقت. فبيستعمل المعلم شياو العربية دي وبيروح بيها لعيد الميلاد، واللي بيشوف زمايله القدامى وبيقعد كل واحد كده يتكلم عن وضعه الحالي وعن اللي عملوه بعد التخرج وكده، وبيتكلموا عن الوضع الاقتصادي واللي مش في احسن حالاته مؤخرا. بعد كده بقى بيروح المعلم شياو يدخل الحفلة دي مع مينج، واللي بنشوف زميل قديم ليهم كده اسمه تينج بيتكلم مع حد من زمايلهم القدامى، واللي بيقول له انه عرف انه اتقبل في شركة سناب، واللي معروف ان نسبة القبول فيها قليلة جدا، ويعتبر دلوقتي الانجح ما بين زمايل المدرسة، وبيتريق على انه بالنسبة له فقير ومش معاه غير شوية عملات نقدية. فبيقول له تشوزي القديم ده ان فعلا عملية دخوله للشركة دي كانت صعبة جدا، ومع ذلك بيعرفه انه مش هو الانجح ولا حاجة، وان في بردك موظف في نفس الشركة كانت تشوزي كان معانا في المدرسة
المدرسة وكمان يبقى المدرب بتاعي. فمش بيصدق تنج لما بيقول له ان تشوزي كده، واللي بيبقى متحمس يعرف مين زميلهم ده اللي وصل للنجاح ده. فبيقول له تشوزي ان الشخص اللي بيتكلم عنه ده يبقى شياو. فالمعلم تيام بيتصدم ومش بيلحق يكمل صدمته، وده علشان بيلاقي شياو داخل عليهم وبيقول له يا ريتني جبت سيرة مليون جنيه. واللي بيتريق واحد اسمه يانج كده على شياو وبيقول انه مش فاكر ان كان في حد من زمايلهم في المدرسة فقير كده، وان اكيد شياو ده نصاب دلوقتي اكيد جاي يسرقنا. فبيقول له مينج بطل عبط، وان ده مش وقت مشاكل دلوقتي، احنا جايين نحضر حفلة عيد ميلاد ونتبسط. واللي بيسأل تنج مينج عن السبب اللي خلاه يجيب شياو معاه، وبيقول انه زمان كان بينهم علاقة كويسة علشان كان مراقب الفصل، يعني مش اكتر من كده، ودلوقتي كله بقى شخصيات كبيرة في المجتمع، وان هو عمل تحقيق في كل اللي وصل له زمايلهم، وان اللي يعرفوا عن شياو ده انه بقى مجرد متدرب في شركة صغيرة، واكيد مش هيبقى فجأة كده رئيس كبير يعني، وانه بمكانته الحالية دي ما يستحقش يقعد معانا هنا، ده احنا ممكن صورتنا تتشوه بوجوده معانا. بيبص تنج كده لكل الموجودين وبيسألهم لو موافقين على وجود شياو، فكل اللي موجودين بيضحكوا ولكن ما عدا تشوزي القديم واللي شغال مع شياو في الشركة، وبيقول لهم لا ده انتوا اتجننتوا رسمي، وان كبير المدربين اللي كان بيتكلم عنه ده يبقى هو شياو. واللي بيقف تشوزي كده وبيحيي شياو وبيعتذر له انه ملحقش يحييه من اول لما دخل. فبيقول له شياو لا مفيش داعي للرسميات، وان هما مجرد زمايل دلوقتي. فبيتريق تنج على كلام تشوزي ده وبيقول له حسك الفكاهي اتطور قوي. فالمعلم شياو بيتجاهل كل العبط ده وبيبدا يتكلم مع مينج وبيقول له انه عرف انه بقى المدير العام لمشروع شانسوي، يعني اكيد كسب فلوس على قلبه قد كده، وبيساله ليه ما فكرش يجيب البقيه معاه وكله يستفاد. فبيقول له مينج هو انت شايف ان احنا قريبين علشان تكلمني كده؟ وبيعرفه انه شياو هو السبب في كل اللي هو بقى فيه، وان هو لو عايز يكسب ود حد المفروض يبقى شياو، مش هو بس، هو خلى موقفه معاه وحش من الاول. واللي بيتريق واحد تاني من زمايلهم كده وما بيصدقش مينج. وفي الوقت ده بتيجي واحده كده من زمايلهم واللي بتطلع شوتينج صاحبة العيد ميلاد، وبيبان على الكل الاعجاب بيها، وبيلاحظ شياو عليها ان هي عندها قوة روحية مميزة، وده بسبب ان البرودة بتبان على النوع ده. المعلمة بتبقى درجة حرارة جسمها اقل من الانسان العادي. بعد كده بقى بتبدأ حفلة عيد الميلاد، واللي بيبدأ كل واحد منهم كده يقدم الهدايا لشوتينج، وبيبقى واحدة من زمايلهم جايبه لها عربية فاخرة، ولكن شوتينج بترفض الهدايا الغالية دي على عكس توقع الكل، وان هي هتقبل خصوصا تنج. واللي بيبقى من وجهة نظره علشان تكسب ود اي ست فانت محتاج تصرف فلوس كتيرة قوي، وبيحس اللي اعطاها الهدية كده بالاحراج شوية بسبب الرفض، وبيبان على بعض اللي موجودين انتقادهم ليها. هنا بقى بيقول لها شياو انا محضر لك هدية برضه، بس بيخطط يقدمها لها في وقت منفصل بعد ما يخلصوا. فالمعلمة شوتينج بتفرح لما بتشوف شياو، ولكن هنا واحد من الحاضرين بيتريقوا وبيقولوا على شياو شكله كده جاي ياكل ببلاش، شكله مش جايب هدية اساسا. فبتهزقوا شوتينج وبتقول له احنا جايين نحضر حفلة عيد ميلادي، يعني مش جايين ننكد على بعض، وان حتى لو شياو مش جايب هدية فكفاية بس انه جه علشاني. فبيتجاهل الولد كلام شوتينج ده وبيكمل تهزيقه في شياو، وبيقول انه على طول في وقت المدرسة كان بيروح لشوتينج علشان تحميه، وده علشان كانت رئيسة الفصل ولسه ما اتغيرش. وبيقول له مينج خلي بالك من كلامك لان واضح كده انك مش عارف انت بتتكلم مع مين، شياو دلوقتي يبقى صاحب شركة. فبيضحك تنج وبيقول له يا ابني بطل نكت بقى، وان هم خلاص الحاجات دي ما بقتش تضحك، وان هو مهتم بس يشوف القدرات اللي عنده. وروني القدرات اللي قاعدين تتكلموا عنها من الصبح دي. فبيقول له شياو ان هو كان محتاج يبطل صياح من بدري علشان هو استفزه خلاص وكده هيندم. فبيتعصب تشوزي علشان شايف ان تنج قاعد يهزق كده في المدير بتاعه، وبيروح يضرب تنج قبل حتى ما شياو يتحرك ويعمل حاجة، وبيقول له انا حذرتك من الاول. وكمان شياو اكيد ما كانش عايز يعمل مشاكل، بس هو اللي فضل يستفزه قدامهم كلهم. ولما كل المعزومين بيتفاجئوا كده ان تشوزي متعصب وخلاص باين عليه الجدية بيبداوا يصدقوا ان الكلام ممكن يبقى صح. وبيسأل تشينج تشوزي ازاي يضربه كده، فبيقول له تشوزي ان هو كده مقدر ان هما كانوا زمايل، يعني كده ما عملش حاجة اصلا. وبيقول له ان هو لسه قدامه فرصة يسيبه لو راح اعتذر، يلا انحني للشياو اعترف بغلطتك وساعتها ممكن الموضوع ينتهي. وبيعرفوا ان الطريقة اللي اتعامل بيها مع شياو النهاردة دي كفيلة ان هي تخليه يروح للمستشفى على طول، وده لو شياو كان خد الخطوة دي بنفسه، يعني كان زمانه في قائمة انتظار حرق الجثث. بس المعلم تنج بقى مش بيقبل بالكلام
الكلام ده ولا بيقبل انه يتهان كرامته اكتر من كده، ومش بيرضى يعتذر، واللي بيروح كده يحاول يهاجم تشوزي ولكن بيوقف هجمته كده بكل سهولة، وبيقول له تشوزي انت غبي، وانه لو قارن مستوى ذكائه بالشمبانزي هيبقى كده بيشتمه وبيضربه وبيطيره لبعيد. بعد كده بقى بيروح له المعلم شياو واللي بيقول له ما انا قلت لك من الاول، قلت لك ما تستفزنيش، وبينصحه كده انه يا دوبك يلحق يشوف له حد يلملم جثته من دلوقتي، وده لو فكر يضايق شوتينج تاني، وممكن يجرب بنفسه لو مش مصدق. ولكن المعلم تنج بيبقى اتعلم الدرس كويس وبيقول له انا خلاص فهمت. بعد كده بقى بتخلص حفلة عيد الميلاد، واللي بعد كام ساعة بياخد المعلم شياو شوتينج بيقفوا كده على جنبه وبيقول لها ان جه الوقت يقدم لها الهدية، فبتقول له هدية ايه؟ انا مش شايفة حاجة معاك اساسا. فبيقول لها شياو هي مش هدية مادية بس طاقة داخلية هتساعدك تهدي الطاقة المضطربة اللي جواك. المعلم بيحط ايديه على جبهتها كده وبيدخل لها طاقة، واللي محتاجة بس ان هي توجهها بشكل كويس. هنا بقى بينط فجأة كده شخص من العدم واللي بيقول لشوتينج ان بقاله سنين بيدور عليها، فبتخاف المعلمة شوتينج وبتقول انه شخص من منظمة، وبتخبي شياو وراها وبتقول له هروح معاك بس عندي شرط، ولكن الراجل ما بيوافقش من غير ما يسمع الشرط حتى. فبتقول شوتينج يلا يا شياو اهرب بسرعة. بعد كده بقى بيجري الراجل عليها ولكن شوتينج بتخش معاه في قتال، واللي هنا بيبان عليها القوة. فبيقول لها الراجل ان اثار الدواء اللي بتاخده بقالها سنين بانت عليها ووصلت بشكل غامض لمستوى استاذ فنون القتال، وبيطلع الراجل ده حقنة واللي بيحقن بيها نفسه بتخلي جسمه كده يتضاعف. واللي بتقول شوتينج لشياو يلا لازم تمشي، بس المعلم بيقول لها سيب الموضوع عليا، وبيجري الراجل عليهم كده علشان يهاجم شياو، ولكن المعلم شياو بيضربه ضربة واحدة بيجيبه على الارض. فبتتصدم شوتينج من قوته وان الحقنة اللي اتحقن بيها الراجل ده تخليه ما يتهزمش اساسا، بس بيقرب شياو من الراجل ده وبيأكد لها انه خلص عليه بجد، وبيسألها هو مين وكان عايز منها ايه اصلا. فبتقول له شوتينج ياه دي قصة طويلة، وان هي من سنين كتيرة كان في علماء لمقبرة قديمة واللي اكتشفوا هيكل ضخم لتنين ذهبي، وساعتها بقى استخلصوا منه سائل ذهبي، ومن خلال عمليات زراعة نشطة للسائل ده اكتشف العلماء ان في جينات بدائية مش معروفة، واكتشفوا ده في وقت قصير، حاجة ممكن توسع لك حدود نشاطك وتزودك بصفات جسدية قوية. ساعتها بقى باحثين بيولوجيين فتحوا تحقيق فوري واللي كان منهم والدها، وكان ابوها عنده امل انه يعمل ابحاث عن الجينات البدائية، وكان بيستغل الموضوع ده دايما علشان يحسن من جسمها الضعيف، وده لما كانت صغيرة بشكل ملهوش تفسير. والابحاث بتاعته دي وصلت لنجاحات بشكل كبير، وبالفعل غيرت من جيناتها الاصلية وجسمها بقى اقوى، ولكن شعرها ابيض. بس في الوقت ده اتعرض معهد البحوث لهجمات، والهجمات دي كانت من منظمات غامضة، وكل الباحثين اتوفوا في الهجوم ده. وبعد كده بقى غيرت اسمها وهربت لجنوب الصين، ولكن ما كانتش تعرف ان هم بيدوروا عليها، وللاسف دلوقتي لقوها. وكمان شياو رجليك جرت في الموضوع ده، فالمعلم شياو بيقول لها ما تقلقيش، وان هو هيتحقق من موضوع المنظمة ده بشكل كامل. واللي هنا بقى بيعمل اتصال كده وبيسأل السيد وو لو يعرف منظمة علامتها زئبق العنكبوت الاحمر، فالسيد وو بيقول له دي منظمة قتل الدماء. واللي بيسأله شياو عرفت منين؟ فبيقول له السيد وو ان في اول مرة تقابلوا فيها كان علشان حصل تضحية بكبير مدربي رجال الاعمال، وانه من كام سنة كده بدأت جماعات منظمة تظهر في جنوب الصين واللي عملت نشاطات اجرامية، واللي عملوا في السر قواعد تجريبية كتيرة جوه المنطقة، وغالبا كده كانوا بيستهدفوا البنات اللي في سن ال20. ووقتها عملوا عمليات اغتيال وحشية جدا، مات المدرب وقتل كتير من الشخصيات الرئيسية، وكان برضك سبب في اداء الفرق بتاعنا السيء، وده في الكام سنة اللي فاتوا دول. ومعروف عنهم ان هم عندهم نفس علامة العنكبوت اللي قال عليها. وبس كده بقى بينتهي بينا الموسم الاول يا صديقي، نهاية لسه مفتوحة، يعني كده اكيد في موسم تاني ان شاء الله. فعلشان يوصلك اشعار بالموسم الجديد وبالحكاية الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله، يبقى ظبط بقى الدنيا كده، لايك للفيديو واشترك في القناة، والاهم طبعا اذكر الله وصلي على النبي.